ذرة كربون صغيرة بس بتغير شكل العالم. اكتشف الحكاية في البودكاست. أهلا بيكم في بودكاست كربون، معاكم أحمد رجب. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كربون. وطبعا احنا بدأنا سلسلة جديدة كده من الحلقة اللي فاتت تحت مسمى الكارير ترانسفورميشن، وده كان يعني بناء على أسئلة كتيرة بنشوفها سواء في رسائل شخصية أو في بوستس على لينكد إن أو على الفيسبوك. بالناس كتيرة بتسأل عايز أطور نفسي، عايز أنقل من كارير لكارير، أو عايز أنقل من تخصص لتخصص في الأول أند جاز أند بتروكيميكال إندستري، أو يعني كل ما تحت هذه المظلة الكبيرة. فاحنا قررنا الحلقة اللي فاتت دي كانت أول حلقة في السلسلة إن احنا نجيب ناس عندهم تجارب قوية جدا، عندهم ستوريز، عندهم اكسبيرينس قوية جدا يحكوا لنا عنها، نبدأ ناخد منهم رود ماب قوية، نتعلم، نحاول نأثر على نفسنا الطريق. لو أنا حابب أنقل من يعني شفت كده من كارير لكارير، سواء إذا كنت أنا في بروسيس عايز أروح أوبريشن أو العكس، أو أنا بروسيس عايز أروح بروسيس سيفتي أو بروجكت أو وات ايفر، هنعمل كل ده. فاحنا عشان كده بدأنا السلسلة دي. فالنهاردة إن شاء الله هنكمل السلسلة دي، وهنتكلم النهاردة تحديدا عن برضو حاجة هي ترندنج بلس زائد، يعني إن هي مهمة جدا 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 very critical في الصناعة. وهي لو أنا شغال اوبريشن، لو أنا شغال بروسيس عايز أروح بروسيس سيفتي، احنا دايما شايفين ان البروسيس سيفتي ممكن يكون ده ترندنج دلوقتي، ولكن هي أكثر من كده. هي خلينا نقول إن دي التوب، او ان دي مرحله مهمه جدا في الكارير ديفلوبمنت بتاعك. انت بعد ما بتوصل لمرحله معينه من الاكسبيرينس والنولج، تقدر تشفت للكارير ده وتشتغل في البروسيس سيفتي انجينيرنج، سواء ده تكنيكال او فانكشنال او تبرو، ده اللي هنعرفه. فعشان كده احنا النهارده معانا ومعاكم ضيف عزيز عليا جدا، مهندس محمود مصطفى. برحب بيك يا باشمهندس محمود. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس احمد. منورني والله. نورك يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. مهندس محمود كان معانا في حلقة سابقة وريكومندد جدا نرجع نشوف الحلقة دي، كانت من ضمن سلسلة Why Incidents Are Still Happening. احنا كانت في 2025 كانت سنة حافلة، كانت كلها كانت بادئة بحوادث كتير في أكتر من لوكيشن. فاحنا عملنا سلسلة قوية جدا اتكلمنا فيها عن الجابس اللي موجودة في البروسيس سيفتي من كذا ناحية. كان مهندس محمود كانت في حلقة قوية جدا، يعني اتكلمنا فيها عن حاجات كتير، ريكومند الناس ترجع تشوفها. فتاني يسعدني ويشرفني ان انا معايا النهارده صديقي المهندس محمود مصطفى. مهندس محمود نبذه مختصره، مهندس محمود ما شاء الله خبره اكتر من 20 سنه في بروسيس انجينيرنج، اوبريشن، بروسيس سيفتي، بروجكت انجينيرنج، جوه مصر، في الخليج، في منطقه اسيا الوسطى. ما شاء الله، يعني في كانت راوند كده عالميه. طبعا انا ما اقدرش اغطي كل حاجه، ولكن يعني احنا خلينا نستفيد اللي كنت بتكلم فيه مع محمود قبل كده، ان نسمع منه الكارير او القصه نفسها بتاعت محمود، لان دي اللي هنطلع منها الدروس المستفاده اللي هتاثر عليا وعلى الناس اللي بتسمع لو انا حابب عايز اعمل كارير شيفت. باشمهندس محمود، اتفضل هندسه. السلام عليكم. شكرا لكم اولا، كل الناس اللي جوين معانا، وطبعا شكرا لباشمهندس احمد ان هو قدر يديني الاوبورتونيتي ان انا اكون معاه تاني. انا استمتعت جدا واتمنى ان انتوا تكونوا عجبكم البودكاست اللي فات. وباشمهندس احمد انه يديني الفرصه تاني ده شرف كبير ليا، لان كاربون بودكاست تو بي اونست يعني بقى حاجه موجوده مهمه في حياتنا، وكلنا بننتظر الله الحلقات، يخليك. ودي مسؤوليه كبيره عليا بعد الحلقه الاخيره واللي قبل الاخيره لباشمهندس كريم سعيد وباشمهندس محمد الماظ. الناس الصراحه ابدعت، وليس هناك ما يقال، ولكن يعني we'll try ان احنا to add some new points، او ان احنا نعمل emphasize على البوينتس اللي already اخواتي المهندسين اللي فاتوا اتكلموا فيها. فشكرا يا باشمهندس احمد على الفرصه الجميله دي، وان شاء الله باذن شكرا الله يا هندسه. يكون بودكاست موفق والناس تقدر تطلع منه بشيء يفيدهم، واحنا كمان نستفيد معاهم. متاكد من ده، مفيش شك يعني، متاكد من ده. شكرا. طيب باشمهندس محمود، حابب تبدا القصه منين؟ اتمنى في الاول يعني ان الصوت والصوره يبقوا واضحين للجميع.
لو في اي تمام. تعديلات على الصوت او الصورة. اوكي. تمام. والله تمام. يا باشمهندس احمد، يعني هنبدأ. خلينا نقول احنا النهاردة ما شاء الله انت عندك بوينتس كتير نغطيها. فخلينا بس يبقى عندنا كده ايه شوية جراوند رولز كده في الاول، او شوية حاجات هنتفقوا عليها. ان انا هتبقى 70% من كلامي هو بيمثل الجلوبال بنش مارك اللي موجود في الماركت. تمام. لا يعبر عن وجهة نظري الشخصية، ولكن يعبر عن الديفولت اللي أنا شفته لأكتر من حد، سواء كان lower experience أو كان higher experience. وفي 30% هتكلم من خبرتي الشخصية ومن وجهة نظري، وطبعا دي تحتمل الخطأ، تحتمل الصواب، تحتمل إنها تعجب حد ما تعجبش حد، ولكن في الآخر محدش بيختار رحلته. يعني دي كلها في الآخر نصيب ورزق عند ربنا سبحانه وتعالى. فده هنتعرض له. هنتعرض ان احنا نتكلم بعض النقط للمهندسين اللي من 0 ل 10 اكسبيرينس، ازاي دي تعتبر الفاونديشن، او ل 8 years اكسبيرينس، وازاي ان هو بعد 10 years اكسبيرينس ان هو يبقى هو اوريدي بقى سينيور ستاف، ازاي بقى ان هو هيبدأ يخش في المرحلة ان هو يبقى تيم ليدر او يبقى مانجر او يبقى وات ايفر السكيلز المطلوبة. وهيبقى في نبذة صغيرة جدا على ال 20 بلس، بحيث ان هو دخل في الكونسبشوال ليفل او في المانجيريال ليفل. فهنا القدرات بتختلف او السكيلز بتختلف. فدي بوينتس. فالناس في كل بوينت انا هبدأ اوضح الجزء ده خاص بالجروب ده او بالسكيلز تالنت المعينة اللي احنا طالبينها. ف just in brief، انا محمود مصطفى اجين. أه الحمد لله معظم الناس هنا ممكن تكون تعرفني شخصيا او تعرفني عن طريق التواصل ببلاتفورمز بتاع التواصل الاجتماعي. انا كيميكال انجينير خريج هندسة اسكندرية. بدأت الكارير بتاعي اوفيشيالي في 2005، من لي ماي اور جون 2005. بدأت في شركة ميدور، ميدل ايست اويل ريفاينري في اسكندرية. وهي من افضل واحسن الريفاينرز اللي الواحد ممكن يتحدث عنها عالميا، حتى مش في مصر بس، ريجاردلس لان الكباسيتي مش كبيرة، ولكن بتكلم على تكنولوجي وايز او على انفراستراكشر. قعدت فيها فترة حوالي 3 سنين. اشتغلت في أكتر من واحدة، في الديزل هيدروتريتنج، في السلفر ريكفري يونت، في الأمين، في اليوتيليتيز. ثم كنت محظوظ جدا بإن أنا I joined new project at this time. كان داون ستريم لينير الكال بنزين اي لاب، برضه موجودة في اسكندرية. وكنت محظوظ إن أنا اتعاملت فيها مع مالتي ناشونالز، لأن كان في شركة كورية جي اس اند اي، جي اس سي اند اي، وكان في بي او بي، وكان في مجموعة من المهندسين، باشمهندس أحمد رجب منهم، اللي هم كانوا التوب انجينيرز بتوع جامعات زي هندسة السويس. ودي ناس متفوقة اوريدي من الثانوية العامة، جايبين 99% و100%. فكان شيء جميل جدا انك تتعامل معاهم، وحقيقي حقيقي استفدت منهم كتير جدا. وكان في مهندسين جايين من شركات أخرى. فكانت مرحلة جميلة جدا، اتعلمت فيها كتير وعملت فاونديشن ليا كبيرة. ثم ربنا سبحانه وتعالى رزقني خلينا أقول بجولدن اوبورتونيتي، ودي ما كانتش تتناسب مع السكيلز بتاعتي ساعتها. وهنا لازم بنقف عند حتة إن في هدايا من ربنا سبحانه وتعالى بتبقى فيزيكالي أو بالفيزيكس مش مقبولة. صحيح. ورحت سينيور بروسيس انجينير في one of the unique plant worldwide اوركس جي تي ال. وهو شريك ما بين شركة ساسول العالمية الجنوب أفريقية، one of the pioneer في مجال البتروكيميكال وفي الكيميكال اندستري. وكانت 50% أو 51% شركة قطر بتروليوم، أو اللي هي حاليا قطر انرجي. وهي تكنولوجي يونيك ولذيذة جدا، ان انت بتقدر ان انت تعمل كونفرت للناتشورال جاز اللي هو وقتها كان بدولار، بدولار ونص. بتطلع منه هاي فاليو برودكتس، ومش هاي فاليو بس، وهاي كواليتي برودكتس لايك ديزل، لايك كيروسين، لايك نافتا، لايك ال بي جي. ودي كانت بتختلف عن الريفاينري برودكت لانها كانت ماتش هاير كواليتي. لما نخش في التكنيكال تيرمز، ولكن ان هي كانت بتعتبر شيء يعني you cannot use as a end product. بالعكس، انت بتاخده تعمل له ميكس في الريفاينري عشان تقلل من السيفيريتي بتاعت الريفاينري وتزود من الكواليتي بتاعت الاند برودكتس. قعدت فيها حوالي almost 5 سنين الا كام شهر. ثم بعد كده as a financial move، وان انا احاول اطلع من كارير الجي تي ال، ان هو كارير رغم ان هو ممتع جدا وجميل جدا ولكنه ليميتد.
مش إمم. هيسمح لي بان انا اقدر اتحرك في اماكن كتير. وهنا هنتعرض لجزء ان انت يونيد ان انت يبقى عندك some default process موجوده في الكارير بتاعك، سواء ريفاينري، جاز بلانت، يوجوال بتروكيميكال. فنقلت تخصُّص يعني حد يعني تخصص. آه. شيء مش دايما تتكلم على شيء مش متعارف عليه في الماركت، لان انت هنا بتبقى محدود انك تشتغل ار ان دي، او انك تتحرك في الشركات اللي شغاله جي تي ال، وهم ما فيش غير ساسول وشيل، وما عندكش موف تالتة. تمام. فنقلت لاكس بي بي بلانت موجود في الشارجة، وهو one of the maturing aging plant almost 40 years. حاليا هي تحت اسم شارجة ناشونال اويل كوربوريشن، تحت إدارة حكومة الشارجة دايركت. وكانت وقتها كانت في ترانسفورميشن من بي بي لشركة بتروفاك، ومن شركة بتروفاك لشركة الحكومة. فأنا كنت من الناس اللي المفروض جم عشان يحضروا الترانسفورميشن دي، ويقدروا يعملوا ديو ديليجنس، ويقدروا يعملوا السموث موف without any impact to the operation or to the safety. كنت process engineering و process safety technical authority. وكانت فترة مفيدة جدا، لأن هي سمحت لي بإن أنا أتعرض للبي بي بورتفوليو كامل بتاع البروسيس انجينيرنج والبروسيس سيفتي. وأنا أقدر أقول إن هو حوادث بي بي الكثيرة نتج عنها سيستم روبست جدا، وبروسيجرز على أعلى مستوى، ودراسات على أعلى مستوى. فكانت بالنسبة لي كأني اتخرجت من الكلية وببدأ أعمل ماستر ديجري. استفدت فيها كتير. جيت في آخر سنتين، قعدت فيها 6 سنين. اخر سنتين نقلت خالص، اشتغلت هيد اوف برودكشن. ودي كانت بالنسبه لي نقله جديده بقى، ان انا اشتغل في البتروليوم انجينيرنج، افهم يعني ايه دريلنج وايه المين ستيبس. طبعا never you will be in deep، لان هي out of my education out of my experience، ولكن قدرت اوصل فيها نقوله ل 60% ليفل. افهم يعني ايه برودكشن، يعني ايه ويل مانجمنت، يعني ايه برودكشن مانجمنت، يعني ايه فوركاستنج، يعني ايه تحسب النت بريزنت فاليو بتاعت المصنع، امتى يكسب وامتى يخسر وعند انه برودكشن، ازاي تعمل اوبتمايزيشن للانتاج. بالاضافه ايه الريسك اسوشيتد بقى مع الحاجات اللي تحت الارض بقى، الداون هول بقى نفسه بتاع الويل، والسيرفيس بتاعت الويل، لحد ما توصل للبروسيسنج بلانت. وهو كان جاز بلانت وال بي جي مع كوندنسيت تيرمينال، وشغل التيرمينال مختلف، او شغل التصدير ليه برضه اصوله وليه قواعده. ثم بعد كده بقى كانت النقله الكبرى في حياتي، ودي البيكست موف. اثناء سنوك تخصصت اكتر في البروسيس سيفتي، حبيته، وحسيت ان هو مجال لسه فيرجن في الماركت، ولسه فيه كتير. طبعا هو قديم جدا، يرجع للايتيز، وفي الناينتي بدأ ان هو يبقى مور بوبيلر. ولكن طبعا في 2005 لما حصل التكساس ريفاينري، ثم في 2010 طبعا لما حصل الجلف اوف مكسيكو بتاع الليك الخطير، البي بي دفعت فيه يقال حتى الآن يعدي ال 100 بليون دولار، لأن هو كان اوريدي الانيشال فيه كانت 20 بليون دولار، لدرجة إن في مثل بيقول لك اللي كان عنده بطة ماشية على البحر ساعتها وجالها اتسممت، ده أخد مبالغ كبيرة جدا جدا. تمام. فيمكن كانت فتحة خير على كل سكان تكساس أو في جلف أوف مكسيكو، سوري، في الوقت ده. ثم نقلت بقى اللي هي البيجست موف بتاعي. كنت أول اكسبات عربي يروح شركة سكار نفسها. وسكار هي الشركة الأم في منطقة الكاسبيان اريا، بتشتغل في تركي، في أذربيجان، في أوزبكستان، في رومانيا، في بلغاريا، وعندها مين أوفيس موجود في سويسرا. وشركة كبيرة عندها كل المجالات، أب ستريم، داون ستريم، بتروكيميكال. فكنت محظوظ إن أنا رحت هناك بوليمر اندستري. وباشمهندس أحمد من الناس اللي ساعدتني كتير، كنت بسأله، كان هو الاس ام اي بتاعي في نقط كتير في الأوبريشن. كانت تشالنج جميل. كبيره بالنسبه لي. لا حبيبي، فعلا حقيقه انا لن انسى، يعني انت فدتني كتير، وكنت بخش الميتنج واقول كلامك، وكان بيفيدني كتير. ودي نقطه مهمه، ان انت لازم تستخدم النتورك بتاعتك، ولازم تدي كل شخص حقه، ولازم تعرف ان انت عندك جابس في حته، مش عيب انك تسال وتتصل وتستفيد من زمايلك. اشتغلت في البوليمر، وهنا عملت لاول مره في حياتي بروسيس سيفتي مانجمنت سيستم كامل. هما كانوا جايبين اكبر شركه في العالم اللي هي ديو بوينت سستينبل سوليوشن، دي اس اس بلس. ودي تعتبر التوب تير في مجال الاوبريشنال سيفتي والكالتشر ترانسفورميشن والبروسيس سيفتي والسستينابيلتي. وكان الكوست بتاعهم عالي جدا جدا جدا، فقرروا ان هم يجيبوا حد اكسبات ويدوا له الفرصه ان هو يبني سيستم. وفضل الله رب العالمين في خلال 3 سنين كنت بنيت فيري روبست سيستم، لان المانجمنت هناك كان فيري سبورتيف.
وكانوا حاطين ان البروسيس سيفتي يبقى فيرست بريورتي، وكان سيف برودكشن از فيرست بريورتي. انا ما بحبش اقول كلمه سيفتي از فيرست، لان لو سيفتي فيرست طفي المصنع، فبحب اقول سيف برودكشن از فيرست. قعدت فيها 3 سنين وكنت سعيد جدا، ومن احسن فترات حياتي. واكن الشعب الاذربيجاني، كنت بشتغل ما بين اذربيجان وتركي وروسيا، ولكن كانت اقامتي واقامه اسرتي كانت في اذربيجان. ولكن لظروف عائليه بحته، ملهاش اي علاقه بالكارير او ملهاش اي علاقه ان انا ما كنتش مبسوط. ظروف عائليه بحته نتيجه الكالتشر هناك، او نتيجه الكارير او الفيوتشر بتاع الاطفال، كان محتاجين ان احنا تو موف اجين تو ذا ميدل ايست. وجات لي فرصة إن أنا أشتغل في إينوك which is the national Emirates company of Dubai، في الأبستريم أرم بتاعها، وهو يعتبر المين فند ليهم اللي هو دراجون أويل. دراجون أويل شركة اي ام بي Exploration and Production، عندها مين 3 assets. المين 1 في تركمانستان which is a oil production. السكند 1 في ايجيبت اللي هو شركة خليج السويس جابكو، هم الجي في. والاسد الثالث في العراق في البصرة، جي في برضو مع الشركة الصينية ومع شركة كويتية. في دراجون اويل انا ماسك الكوربريت هيد اوف تكنيكال سيفتي اند بروسيس سيفتي، بمانج الثري كونتريز ملي من الكوربريت سايد. في حتت بقى جديده بتخش فيها زي اللينك ما بين الاوبريشنال سيفتي والانتربرايز ريسك مانجمنت والجفرنانس بتاع الشركه والكوربريت ايمج والاوديت. فكانت بالنسبه لي برضو خبره جميله، وما زلت فيها حاليا بقالي 3 سنين. ودي in brief يعني الجيرني from graduation up to today. يعني ما شاء الله هندسة، Thank you. موضوع دسم. البورتفوليو او البروفايل قوي جدا ما شاء الله يعني، الحمد لله، رزق ومتنوع. ربنا سبحانه وتعالى. يمكن احنا ما غطيناش النقلات او يعني انت اديتنا بريف كده، بس احنا هنعرف ده في الحلقه واحنا بنتكلم في التوبكس اللي احنا هنغطيها النهارده ان شاء الله. ان شاء وزي الله. ما احنا يعني قلنا في بدايه الحلقه، احنا بنتكلم على الكارير ترانسفورميشن، لان ده كان سؤال بيتكرر كتير، بالذات مش بس الناس الجونيور. يعني انا بحب اقسم المهندسين يعني في الكارير بتاعنا الجونيور وسينيور. مش بس الجونيور اللي هم بالظبط. يعني حتى السينيورز مثلا بيجي عليه وقت انا عايز اغير والتغيير هنا. أنا لما جيت كنت بكلم محمود، فانا مش عارف كنت بفكر يعني حتى في كذا نقطه بدايه، ويعني في كذا مسار، هل من اوبريشن بروسيس ولا من بروسيس لبروجكت ولا من بروسيس لبروسيس سيفتي. هنحاول نكفر بالظبط. هنحاول نكفر ده على قد ما نقدر يعني. طيب باشمهندس محمود، علشان اتفضل. نستغل الوقت معاك، خلينا ندخل على اول موضوع على طول، وهو دايما ده السؤال اللي احنا بنتساله كتير. انا شغال اوبريشن او انا شغال بروسيس، وعايز عايز اغير، عايز امشي، عايز اطلع من بره البابل دي. طيب هل انت شايف من الممكن ان حد يفضل مستمر اوبريشن او بروسيس طول الكارير بتاعه؟ هل دي مشكله؟ يعني الناس دايما بتبص لا انا عايز اغير. فعايزين نعرف هل ده مشكله؟ ايه المزايا والعيوب لو انا فضلت مكمل سواء اوبريشن او سواء بروسيس بقيت خبرتي او بقيت الكارير باث بتاعي كله؟ برضو انت قلت لي نقطة كويسة جدا، ان ايه درايفرز، فاحنا برضو عايزين نتكلم في النقطة دي، بس خلينا الاول نتكلم في مزايا وعيوب لو انا فضلت اوبريشن بروسيس، اوكي. وهل لازم اغير ولا لا. اوكي. شكرا يا باشمهندس احمد. طبعا وهي نقطة قوية جدا و valid point ان احنا to talk about it. اولا لازم نعرف ان الاوبريشن هي الفاونديشن بتاع everything، ودي اللي بتديك باور وبتديك ادفانتج من اي شركة بتروحها. لازم نعترف ان الاويل اند جاز مش صناعة متقدمة، هي صناعة يمكن بتتغير بحدود بسيطة جدا، ويظل فيها الانتاج هو رقم واحد. سواء بقى الانتاج ده كان بتروكيميكال او ريفاينري او اب ستريم او داون ستريم او اوف شور اون شور، يظل الانتاج هو رقم واحد. فاحنا لما بنيجي نعرف اوبريشن، احنا بنبقى عندنا زي سترونج هاند، قادرين ان احنا نبقى اقوياء، قادرين ان احنا نتكلم في الناس اللي على الارض، مش بنتكلم كلام ثيوريتيكالي، مش بنتكلم كلام كتب. وانا من خبرتي الناس اللي شفتها بتتكلم ثيوريتيكال وكلام كتب كتير، ممكن يبقى شاطر جدا جدا بس ما عندوش credibility ما بين الناس في الشركة. الناس دايما بتحب الشخص اللي فاهم هما بيعملوا ايه على الارض، فاهم الفيلد اوبريتور بيعمل ايه، البانل اوبريتور بيعمل ايه.
خليني اتعرض لنقطة من ضمن الاكسبيرينس اللي انا بعتز بيها في حياتي، which ان انا وقتها ما كنتش بعتز بيها، وده يدل على قصر النظر. في المرحلة الأولى من حياتنا فترة أنا اشتغلت فيها دي سي اس، اشتغلت على البانل، وكنت ساعتها متضايق، أنا بروس انجينير ليه أشتغل على البانل وبتاع. ثم ربنا سبحانه وتعالى دايما ليه حكمة في أمره إحنا لا نعلمها غير بعدين. لما جيت اتنقلت قطر، كانت دي أكتر ادفانتج كانت موجودة عندي، وكانت هي فعلا المين درايفنج فورس اللي قدرت ان انا اصنع بيها اسم في الشركه. بالاضافه لشغل طبعا البروسيس بقى، ده بروسيس انجينير، ولكن وجودك على البانل ان انت عارف هو بيشغل ازاي، وعارف هيغلط امتى، وعارف هيغلط فين، وعارف تديله انستراكشن، وعارف تقعد بايدك ساعات تقول له تعالى نغير دي ونغير دي بتخلي الكريديبيليتي بتاعتك عاليه جدا، وبتخلي الناس تثق في كلامك، بتخلي الناس تبقى عارفه ان انت بتتكلم من السيم لانجوج اللي هم بيتكلموه. فالاوبريشن مهمه جدا، وانا شايف ان اي حد شغال اوبريشن هو بيضيف لنفسه خطوه كبيره. however الاوبريشن حاليا في الماركت ما بقاش زي الاول. يعني انا لا انصح ان انت تكمل فيه فور لونج تايم. ليه؟ لانه ملهوش ديفايند تايتل في الماركت. يعني انت دلوقتي البانل اوبريتور في الشركه اسهل بالنسبه لي ان انا ارقيه يبقى اوبريشن تيم ليدر او اوبريشن سوبر اتندنت، غير ان انا اجيب واحد من بره، لان اللي موجود اوريدي فاهم الصناعه، فاهم ايه الترابل شوتنج، فاهم ايه المشاكل، فانا اسهل ان انا ارقيه. صحيح. فهنا التخصص بيبقى ضعيف شويه. الا مثلا لو انا عندي بوزيشن في الاوبريشن، مثلا همسك اوبريشن مانجر، فبشوف حد في شركه اخرى تشتغل في نفس الصناعه، بقدر ان انا اجيبه يشتغل في الموضوع ده. ف up to الليفل بتاع الاوبريشن مانجر، يس اي ريكومندد. وهنا انت بتقرر ان انت تبدا حياتك وتكمل حياتك كلها في الاوبريشن، ويبقى عندك تارجت ان انت هتوصل في يوم من الايام ان انت تبقى اوبريشن مانجر. هنا اقول لك لا، ما تحاولش، بس تبقى عارف برضو ازاي هتوصل ان انت تبقى اوبريشن مانجر. وبروسيس انجينير، حاول امتى طبعا تنقل. امم. بروسيس انجينير هو التشيف بتاع المصنع، هو اهم واحد في صناعه الاويل اند جاز. ليه؟ انا دايما اقول كلمه، البروسيس انجينير دايما بيتكلم في حاجه الناس مش شايفاها، بس لما بتشوفها بتسقف له. الالكتريكال انجينير بينزل في سيركت بريكر، في شت داون حصل، في باور فيلير، يقدر ان هو يعمل موديفيكيشن او يعمل ريبير او يعمل مينتنس. انت ساعتها بتشوف ان الكهرباء رجعت والبامب اشتغلت. فالشغل بتاعه فيزيكال، يو كان تاتش ات. الميكانيكال انجينير نفس الحكايه، بينزل يقدر يعمل مينتنس، بيغير ميكانيكال سيل، بيغير باكينج، بيقدر يعمل كاليبريشن لسيفتي فالف او شيء، بتشوف الريزلت ايميديتلي. البروسيس انجينير راجل حالم، بيعمل سيميوليشن، بيعمل ار ان دي، بيعمل حاجات ممكن تشوفها بعد شهر، ممكن تاخد 3 ايام، ممكن تاخد 6 شهور عشان تشوف الريزلتس اللي هو قالها لك. فلازم يبقى في ثقة فيه، ولازم تبقى هو مرة واتنين عمل حاجة وانت شفت الريزلتس منها فبتصدقه. لكن لو هو بروس انجينير عمال يعمل اكسل شيتس وعمال يعمل كالكوليشنز وعمال يعمل سيميوليشن، وجي ساعة الجد لما جه ينفذ ما طلعتش ريزلتس، في الغالب هيظل طول عمره ان هو بيعمل مونيتورنج وان هو بيطلع داتا، بيعمل ماتيريال بالانس، انرجي بالانس، لكن هو مش اوبريشن بروسيس انجينير. والاوبريشن بروسيس انجينير فيري اكسبنسيف، الريكويرمنتس عليه عاليه جدا، وهو ده الشخص اللي انا هبدا انصحه ان هو يعمل كارير ترانسفورميشن. طب هو لا، عشان يبقى اوبريشن بروسيس انجينير لازم نقول ان هو اشتغل اوبريشن. فبنرجع تاني لنفس النقطه. فسواء هو بدا اوبريشن از اوبريشن او بدا بروس انجينير في شركه اوبريتور، اوبريتور هنا اي مين كلاينت، لازم يبقى ايده في الاوبريشن، ولكن هو عنده ميزه اكتر ان هو شخص مسؤول عن الكالكوليشن، مسؤول عن الفيريفيكيشن، مسؤول عن المانجمنت اوف تشينج، طب مسؤول هل عن هل بتفرق معلش انا اسف على المقاطعه، يعني هل بتفرق اتفضل طبعا. بروسيس لا قاطعني اي انجينير؟ وقت. اه. هل بتفرق معلش ان دايما ده في ديبيت كده، في نقطه خلاف كده، هل بتفرق لو حد بدأ بروسيس بيور، او لو بدأ اوبريشن الاول؟ وهنا تاني مقصود باوبريشن سواء اذا كان بانل اوتسايد اوبريتور، بانل اوبريتور، او اوكي. حتى التايتل بتاع اوبريشن انجينير ده مش يعني مش اوكي. منتشر قوي، بس ستيل هو اوبريشن سايد يعني. فيري جود كويشن. بتفرق. الاولاني مهمته اسهل، البروسيس انجينير اللي دخل على طول بروسيس انجينير مهمته اسهل، لانه دخل لقى فيه بلاتفورم جاهزه،
لقى في سبريد شيتس معمولة قبل كده، دخل لقى في سوفت وير متوفر له في ايده، سواء هايسيس او زمان كان برو 2 او إيه اسمه اتش تي ار اي تقريبا، اللي هو بتاع الهيت اكسشينجرز حسب ما انا متذكر اسمه، او لو هو فلو اشورنس هيشتغل اوليجا. فاوريدي عنده تولز، فهو بالتراي اند ايرور وبالتجربه وبالخطأ والصواب بيقدر ان هو يتعلم ويبقى كويس. ولكن لو هو ما قضاش على الاقل 40% من التايم بتاعه في الاوبريشن، في مم. الكنترول روم، في السايت، لا هيبقى الشغل اللي هو بيعمله ده ناقص كتير. الاوبريشن مهمته اصعب. الاوبريشن بقى he need to invest in himself، ودي مرحله انا شخصيا مريت بيها لما اشتغلت اوبريشن، لان انا كنت اوبريشن انجينير في ميدور، وكانوا بيطلقوا علينا داي انجينير لان ما كنتش شغال شيفت، فده كان شغلنا ليه تعرض كتير لشغل البروس انجينيرنج، وكنا بنعمل تشالنج كبير مع التكنيكال بروس انجينيرز. وفي لاب كنت اوبريشن بيور، كنت بري كوميشننج، كوميشننج انجينير، ثم اوبريشن بيور. هنا انت محتاج منك مجهود اكبر كتير، محتاج منك انك تذاكر باي يور سيلف، محتاج منك انك تجيب كتب ليبرمان وبيري هاند بوكس وتبدأ ان انت تعمل كالكوليشن وديزاين، سواء سبريد شيتس هتاخدها من زمايلك او حد هيساعدك وينزل لك الهايسس. ولكن الاهم انك تعرف تعملها باي يور هاند. مم. ازاي انا احنا اقدر احنا اعمل هنغطي ده في الرود ماب يعني خلي اوكي. التفاصيل دي احنا لسه عندنا رود ماب فاقول عايزين نتكلم فيها. اقول ان البروسيس انجينير مهمته اسهل وافضل، الاوبريشن مهمته صعبة، وفي الرود ماب هيبقى ليه سوفيستيكيتد رود ماب اكتر، ومحتاج ان هو يشتغل على نفسه اكتر عشان يقدر يعمل ترانسفورميشن. البروسيس جميل. انجينير رود ماب بتاعته واضحة شوية. خلينا كونكلود كده الكلام، او يعني نبروز اللي انت قلته، مثلا في ان مفيش مشكله ان حد يكمل بروسيس اوبريشن، بس الفرص بتاعه الاوبريشن انه ينتقل من مكان لمكان، وبالذات لو كان الدرايفر مادي اصعب لو هو اوبريشن. متفق تماما معاك ان لو في شركه وعايزين يجيبوا شيفت تيم ليدر، فبيبقى الافضل انه حد بيترقى داخليا، مش هيجيب من بره، انه ده اتعود على سيستم بالظبط. الشركه نفسها. حتى لو يعني مش هيجيب حد من بره، حتى لو من بروسيس مشابه. بروسيس انجينير طبعا ممكن يتحرك وكده، بالظبط. وممكن يفضل حتى في نفس في المكان. مكانه. بالظبط. بالظبط. والنقطه بتاعه التخصص دي، انه يبقى عنده بروسيس كومون، لان انا فاكر كلمه انت كنت بتقولها لي دايما ايه. آه، كانت في كلمه انت بتقولها لي، يعني بيروح للملعب الواسع لما كنا بنتكلم في اه. منطقه الريفاينري اه. لو تتذكر. كنا دايما، لان انا يعني كنت بتكلم معاك دايما في الحته دي، فتقول لي حاول تروح للملعب الواسع الريفاينري بالظبط. وبتاع. اه. اه بالظبط، ودي فاهم. كان سبب نقلتي، يعني انا زي ما اتعرضت اه محتاجين اه دايما اوشن نعوم فيه احسن ما بالظبط. تبقى في ليك صغيره، لان يوم ما الليك دي تنشف انت هتقع معاها يعني. صحيح ف صحيح، هي برضه دي وجهات نظر، او وجهه نظر فلسفيه بتختلف من واحد للتاني، بس انا متفق بالظبط. معاك تماما. يعني لو انت مش معلش اسمح لي اقول وجهه نظري. بالعكس، انا سعيد آه، بيه. تروح للملعب الواسع، متفق معاك تماما، دي الحاجه الكومون. ما تروحش الملعب الواسع وانت شغال في شغلانه فيري سبيسيفيك زي جي تي ال او وات ايفر اي تكنولوجيا تانية، الا يعني تفضل فيها، الا لو انت بقى زي ما انت قلت انت هتروح للار ان دي، انت بالظبط. بتبنتريت وفي لونج الاندستري دي. تيرم ستابيليتي. انت بالظبط. سنس ان انت سبت مصر، مفيش حاجه اسمها ستابيليتي، مفيش حاجه بالظبط اسمها كارير سكيورتي، انت عرضه. بالظبط. انت صحيح مشاكل صحيح سياسيه مالكش دعوه بيها، اتنين كبار صحيح. اتخانقوا مع بعض انت بتدفع الثمن. بالظبط بالظبط بالظبط. فلازم تبقى عارف النقطه دي كويس. صحيح صحيح. طيب، اخد القرار امتى؟ انا دلوقتي، اه. انت برضه قلت نقطة مهمة جدا، ان احنا هنتكلم على 5 سنين، 10 سنين، 20 بلس. بالظبط. امتى اخد القرار؟ انا بقى خلاص دلوقتي انا اوبريشن او انا بروسيس، وعايز اخد القرار ان انا هشفت بروسيس سيفتي، او بالظبط. اجامب من المركب دي. امتى اخد القرار م- ده؟ ممتاز ممتاز. خلينا نتفق ان احنا هنقسمها لاتنين، هنقسمها للناس اللي شغالين في اوبريتور بلانت، تمام. والناس البروسيس انجينير اللي شغالين في اي بي سي كومبانيز او شغالين في ديزاين فيرمز، اللي هم التكنيكال سيفتي بيبل. وخلينا برضو ايه لازم نقول ان البروسيس سيفتي والتكنيكال سيفتي هم تحت ذا سيم امبريلا، بس في اختلافات جوهرية ما بينهم، دي لازم نقطة محددة عشان ما ندخلوش الاتنين في بعض. لو انت شغال في مصنع، انت بروسيس سيفتي او انت بروسيس انجينير او انت بروسيس او انت اوبريشن،
ما احبش ان انا اسمع شخصيا كلمة ان انا من 0 ل 5 اكسبيرينس ان انا عايز اعمل ترانسفورميشن. ده بيبقى ترانسفورميشن خادع، لان انت من 0 ل 5 اكسبيرينس انت لسه في الجامعة. كان عندنا دكتور في الكلية بيقول كلمة حلوة قوي: احنا مش بنخرج مهندسين، احنا بنخرج ناس قابلين ان هم يبقوا مهندسين، عندهم الاستعداد ان هم يبقوا مهندسين. فمن 0 ل 5 years انت بتبدأ ان انت تبقى مهندس، تبدأ تفهم يعني ايه مصنع، ويعني ايه ترابل شوتينج، ويعني ايه كالكوليشنز، ويعني ايه ديزاين، ويعني ايه سيستم، يعني ايه الكلام ده كله. فمن 0 ل 5 years انت بتبني الفاونديشن بتاعتك، تبدأ تقول انا I can talk، انا I can add value في الفترة دي. من 5 ل 8 years او من 5 ل 10 years هنا بقى بيجي الدرايفر. وكل بني ادم فينا الدرايفر بتاعه بيختلف عن التاني، وما عندناش common رول خالص نهائيا. في شخص الدرايفر بتاعه بيبقى فاينانشال درايفر، هو شخص شايف ان الانكم بتاعه في مصر غير كافي، اعلى من اقل من النيدز بتاعته، والحياة في مصر بقت اكسبنسيف. او ان هو شغال في دولة عربية وشايف ان هو اندر ايفالويتد او اندر استيميتد، مش بياخد الباكج اللي هو شايف نفسه يستحقها. وانا ماليش دعوه الناس شايفينك ازاي، انا احب ان انت تبقى شايف نفسك، ما تعلاش قوي في شوفة نفسك وما تقللش من قيمة نفسك، بس خليك عارف الافريج بتاعك ايه. فده الفاينانشال درايف، ده هيبقى ليه قصة تانية هنتعرض لها ان بريف. في الاستابيليتي، في اشخاص زي والدي ووالدك وناس معينة شايفين ان انا اسيب قطاع البترول في مصر وان انا اسافر بره وابدا حياتي، ده ريسك كبير جدا. انا راجل ستيبل، باخد دخل معقول، قادر ان انا اعلم عيالي تعليم مناسب، اجيب عربية مناسبة، اسكن في شقة مناسبة. طب ليه اخد الريسك؟ ليه انقل لبره؟ ممكن انجح وممكن افشل. يبقى ده الاستابيليتي درايف. في فاميلي درايف، في شخص وجود الأسرة في حياته. وهنا بقصد بالأسرة السمول فاميلي اللي هي زوجتك وأولادك، والانترميديت فاميلي اللي هي والدك ووالدتك واخواتك واصحابك والكوميونتي بتاعك. في ناس بالنسبة لهم السفر بيعمل له امباكت كتير، يقدر ان هو يخليه مش قادر يركز في شغله، مش قادر ان هو يقدم. فانت لازم بينك وبين نفسك تبقى صريح، تعرف ايه الدرايف بتاعك اللي انت عايز يحركك. اوكي. هتكلم على الشخص اللي هو عنده فاينانشال درايف، هو عدى خلاص 5 6 years experience في مصر، لازم يبدأ يعرف ايه الطريق اللي هيقدر ان هو يخرجه بره مصر، ايه السكيلز المطلوبة، ايه طريقة البحث. ولازم نعرف ان طريقة البحث بتاخد لها من سنة ل3 سنين، فلا تستعجل الامر. امم. وبتمر بمراحل انترفيوز كتيرة، تمام. بتتعرض لفشل وبتتعرض لنجاح. فده شخص الفاينانشال درايف بتاعه رقم واحد، اذا هو السفر بالنسبه له رقم واحد، او ان هو يتنقل في شركه في مصر. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندنا دلوقتي شركات في مصر بتدفع مبالغ فيري كومبيتيتيف للناس اللي شغالين بره، بدون ذكر اسماء. ممكن على الخاص اللي عايز يسالني اقول له ايه الاسماء. الشركات بتدفع فيري كومبيتيتيف انا كومبيرنج تو هسألك ذا ماركت. هسألك انت تسالني، لان انا واحد من الناس اللي عنده درايف ان هو يرجع مصر ويشتغل في مصر، فانا بفولو الماركت المصري كويس، وعارف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى بالنسبه لك جولدن اوبورتونيتي ان انت تشتغل في مصر، ومش بس فاينانشال، وحتى كبرستيج، كبروفايل ممتازه جدا جدا. او ان انت تطلع بره. وتطلع بره دي برضو درجات، حسب الشركه اللي هتطلع لها، حسب البلد اللي هتطلع لها، حسب الكوست بتاع البلد اللي انت هتطلع لها. وفي الشخص اللي بيفكر في الاميجريشن، بيفكر ان انا I need to have another passport ليا وماي فاميلي. ولينا طبعا اصدقائنا مهندس اسلام عبد الخالق، المهندس صلاح مهدي، المهندس احمد رجب، ان هم قرروا، المهندس رامي. في ناس كتير قدرت ان هي تطلع لبره، وتقدر ان هي تعمل ريلوكيت تو يوروب او تو يو اس، وتقدر ان هي تعمل استابليش ليها وللاسره. وده كارير انا بحبه جدا وبفضله جدا، ولكن برضو ده رير شويه، وفي نسبه لك عاليه جدا جدا جدا. فده الرود ماب بتاعها، مش انا احسن واحد انا ممكن اقوله، ولكن انا ممكن اي شير الاكسبيرينس بتاعت الناس اللي انا اعرفها ازاي قدرت ان هي تعمل كده. وده فاينانشالي مش احسن حاجه لو انت عايز تعمل ترانسفورميشن تيور، ولكن لونج تيرم كارير وفيوتشر ليك واولادك هو احسن حاجه.
اوكي، فخلينا واضحين في النقطه دي. ده الشخص اللي 10 years بلس، او بقى دخل في مرحله ال 15 years بلس، هنا الديسيشن صعب جدا، لانه في بلده بيبقى وصل اوريدي ان هو ممكن يبقى ديبارتمنت هيد او اي جي ام، او داخل على جي ام كمان، جنرال مانجر. فان هو يقرر، ده لازم هنا بيحسبها جدا. وده ما عندهوش غير فاينانشال درايف، ده ما عندوش اي درايف تاني، لان هو مم. اوريدي ستابيليتي، قعد 15 سنه، هو اوريدي كبوزيشن واخد بوزيشن كبير، فا اوريدي ما عندوش غير الفاينانشال درايف. فتو كونكلود، احنا عندنا 3 درايفرز. عندنا الفاينانشال درايف وبيجي رقم واحد لموست اوف ذا بيبل. عندنا الاستابيليتي درايف، ودي بتبقى مايند سيت طالعه من الاسره عنده، موجوده عنده، ان هو يفضل في مكان واحد خايف من التغيير. وعندنا الفاميلي درايف، ان في ناس ما بتحبش انها تشتغل في مصر كفاميلي اورينتيشن، هي عايزه مثلا بلد زي السعوديه الحياه فيها مور كونسرفاتيف، قلت البيت. دلوقتي السعوديه مختلفه عن زمان. في ناس عايزه اللايف ستايل بتاع دبي وبتاع الدوحه، الفيري لاكجري لايف ستايل والاكسبنس والشوبينج. في ناس عايزه ان هي تبقى يوروب وتتربى فيها وتكبر فيها. فدي شخصيات، دي بتبقى individual opinion و individual perception. ولكن هم دول الثري درايفرز ان فاينانشال ستابيليتي لايف ستايل. تمام. فده الدرايف طيب بتاعك، انت هل ممكن بتحدده بنفسك يكون بقى. هل ممكن يكون الدرايف احيانا مثلا، وده بسمعه، وده حتى اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت، بس انا عايز اسمع رايك. ان مثلا طيب انا شغال اوبريشن، وبعد 5 6 7 سنين، او شغال بروسيس بعد عدد سنين معين، بقول ان انا خلاص، انا الليرنينج كيرف بتاعي انا كده خلاص، انا انا سمعتها مره، انا قفلت الجيم كده، بالظبط، عايز اشوف نقطة حاجه مهمة تانية، يعني جدا. عايز اتعلم حاجه تانية. فيبدا اوكي، يفكر، طب ممكن اروح بروسيس سيفتي، ممكن اروح مثلا بروجكت، ممكن ممتاز. آه، لو هو هينقل جوه شركته بنفس البينيفيتس اللي بياخدها، بنفس الباكج اللي بياخدها، بنفس المانجمنت اللي موجودين، انا ما عنديش اي اعتراض، وده ليه بلان تاني خالص. اوكي. لكن هو هيعمل ترانسفورميشن للكارير، وهيبدأ فيه في مكان جديد، لازم هو يكون في مصر اوريدي عنده some sort of financial stability، عارف ان هو لو حصل له دروب، ان هو he can manage the drop. واحنا عندنا رول بتقول ان هو 6 months it's مم. your financial freedom. لو قدرت ان انت تعيش 6 شهور بدون شغل، انت في سيف زون، تقدر ان انت تاخد some risk. لو انت ما مم. تقدرش تعيش 6 شهور بدون شغل، هنا الريسك عالي. صحيح. فدي بنسميها حتى احنا في البروسيس سيفتي الريسك ابيتايت، مم. شهيتك للريسك قد ايه. مم. هل انت عندك شهية للريسك عالية؟ انا واحد من الناس كان عندي فيري هاي ريسك ابيتايت، اللي هو زي ما مم. تيجي. في جميع النقلات اللي انا نقلتها كنت متوقع الفشل قبل النجاح، وزي ما انت في تيجي. البيزنس، موضوع الريسك ابيتايت في البيزنس كمان. انا بالظبط في البيزنس، انت راجل بتاع بيزنس، فالريسك ابيتايت مهم جدا بالنسبه لشخص لشخص. لو انت في نفس شركتك، انقل، كلم المانجمنت وابدا اقول لهم انا عايز اخد كورسات. شركات زي ابروم، شركات زي الاي ار سي، شركات زي ميسانكس بتسمح لك ان انت تعمل كارير ديفلوبمنت انترنالي، وتعمل اون جوب تريننج وتنقل. لكن انت هتنقل بره، لو انت مش واثق ان انت هتروح في اول 2 3 مانث تثبت لهم ان انت فعلا بروسيس سيفتي وان انت فعلا قادر، انت نسبة الفيلير بالنسبة لك عالية جدا. يبقى صحيح. جينا، انا هرجع لنفس النقطة. learning curve it's a luxury، دي نوع من مم. انواع الرفاهية. بوصل لها لما انا ابدا الاقي ان الفاينانشال درايف ما بقاش بيعمل لي ساتسفاكشن، ما بقاش مم. هو الشيء اللي بيحقق لي هل في عدد السعادة. سنين معين، يعني هل ده مرتبط، ولا هو بس على حسب آه حساب البنك؟ لو انت يعني اللي اقصده يعني، مستقر. هل ممكن يكون الليرنينج كيرف، او بلاش ليرنينج كيرف، هل ممكن يكون الدرايفر هو الكريوسيتي، او ان هو عايز يعرف حاجة جديدة، عايز يروح مكان جديد، عايز يعرف صناعة جديدة، عايز يشتغل كارير، اوكي، لازم يكون مرتبط بعد سنين معين، عمل ستوك معين، هو سيف والله شوية. مم. لو هينقل ابل تو ابل انا ما عنديش مشكله، لو هو مش هيتضر آه. وهينقل ابل تو ابل فيري جود. انا باخد $10، هروح بكارير تاني بال $10. خلاص، يبقى مم. انا هنا استفدت ان انا حافظت على الفاينانشال ستابيليتي بتاعتي،
وقدرت ان انا ابدا اطور من الليرنينج كيرف واعمل ترانسفورميشن. لكن ما تقوليش انا باخد $10 وراح اخد $7 او $6 عشان اعمل ليرنينج كيرف، لا، مش هقدر اوافق على النقطة دي، لان في الاخر بيزنس از بيزنس. ما هو صحيح. انا في الاخر العلام الديني او العلام الاخروي ملهوش مقابل. ان انا اتعلم قرآن، ان انا اتعلم حديث، ان انا اتعلم سنة، ده مقابله اعظم ما يكون. وانا دايما اقول الناس حفظت القرآن دول انا شايفهم ان هم على راسنا، وشايف ان هم دول اللي وصلوا الطب في الليرنينج حقيقي. صحيح. ولكن انا بشتغل شغلانة دنيوية، بشتغل شغلانة هوثاب فيها على اللي انا بصرفه على اولادي، واللي انا بصرفه على زوجتي، واللي انا بصرفه على اهلي، واللي انا بصرفه على نفسي. فاذا عشان انا اثاب في الموضوع ده لازم اوفر للناس دي عيشة كويسة. فعشان اوفر لهم عيشة كويسة محتاج انكم. فانا ما ينفعش صحيح. ان انا غامر بالانكم لمقابل ان انا اعمل لنفسي سيلف ساتسفاكشن، الا لو النقله اللي انا هنقلها دي انا ضامن ان هي ليها كارير بروجرس، وضامن ان هي رود ماب. فانا هغامر في ان انا لمده سنه هاخد 7، بس انا عارف بعد كده ان انا هاخد 14. فهنا بنحسب بقى الار او اي، وبنحسب انا هعمل باي باك قد ايه وبتاع. فكل كيس باي كيس. وعشان كده احنا لما حد بيجي له جوب اوفر باخد راي الباشمهندس احمد وراي الباشمهندس كريم وراي الباشمهندس اسلام، لان بحب اسمع وجهات نظر واشوف هل دي فيها برو ان كونز، وما خاب من استشار يعني. فدي وجهة اكيد. نظري. تمام. طيب احنا عشان تداركا للوقت، وانا مش عايز اعطلك، انا عارف ان احنا لا طبعا في انا معاك. آه انا بس برضو تاني، قبل ما ننقل للنقطة اللي بعد كده، انا حابب بس افكر ان احنا الحلقة دي لايف، فلو في حد عنده اي سؤال احنا اه يا ممكن ريت. نستقبل على لايف. بالظبط. طيب احنا في نقطة، انا عشان برضو تداركا للوقت شوية، اللي هو نقطة: هل خبرتي كاوبريشنال بروسيس هتفيدني؟ اعتقد احنا يعني كفر الى حد ما، بس انا طبعا. خليني، انا عايز جامب للنقطة اللي بعد كده، لان دي هتيجي في الكلام، يعني احنا هنريفير دايما بالظبط. للاكسبيرينس او الخبرة السابقة يعني. طب باشمهندس محمود، تاني زي ما احنا كنا بنتكلم ما شاء الله انت عندك كذا خط يعني، فخلينا نمسك خط واحد عشان اتفضل. نحاول ندي اكبر قدر من المعلومات عليه. ممكن حتى الخطوط التانية نبقى نعمل لها حلقات منفصلة شوية، ان الموضوع فعلا تمام اتفضل. طيب جدا. احنا عشان تاني نأثر على نفسنا، يمكن محمود او حتى مش هقول انا، بس يعني يمكن في الوقت، يعني مش عايز انا فرق سن. الفترة اللي احنا كنا انا بادئين فيها معاك في الكارير الوقت، يعني احنا بادئين متأخر، فانا معاك في الوقت، انا مراعي ان احنا بادئين متأخر. اه انا لا، انا اتفضل. اقصد لما بدأنا الكارير بتاعنا، اه. احنا ما كانش في حد يعني او الجايدنس او المنتورنج او الحاجات دي ما كانتش موجودة. احنا كنا بنجرب، بنخبط شوية. بنطبش بالظبط اه حقيقي. محمود عرف حاجة فيقولها لأحمد، أنا عرفت اكزاكتلي. حاجة فأقولها لمحمود، وهكذا يعني. حتى الريسورسز كانت قليلة جدا، كانش فيه كان فيه سوشيال ميديا، بس يعني ما كانتش بالقوة اللي موجودة حاليا دلوقتي. بالظبط. عشان كده احنا في الحلقة دي النهاردة دايما الناس بتسأل: أنا عايز طيب الخلاصة، عايز أعرف رود ماب، عايز اه. أعرف ستيبس واحد اتنين تلاتة. فأنا عايز تمام. أسمع منك: أنا اوبريشن أو أنا بروسيس، يبقى عندنا تو اه. ستارتنج بوينتس، عايز طيب. اطلع منهم واروح للبروسيس سيفتي، بما ان محمود سبجكت ماتر اكسبرت في البروسيس سيفتي انجينيرنج. تمام. خلينا الاول نمسك من الحته السهله، من البروسيس انجينيرنج اروح للبروسيس سيفتي انجينيرنج، اه رود ماب، بالظبط. ستيبس واحد اتنين تلاته. بالظبط. ونحاول نغطي برضو، لان الناس هتتكلم: طب انا قعدت اربع خمس سنين 10 سنين بروسيس انجينير، استفيد ده بايه لما اروح بروسيس سيفتي؟ بالظبط. نحاول نمانج خلينا نحاول نعملها في بوليت بوينتس عشان تبقى مفيدة للناس بشكل اكتر. خلينا نقول ان هو من اوبريشن لبروسيس سيفتي هي متعبة شوية، فدي محتاجة حلقة تانية او محتاج كلام تاني نبقى متخصصين فيه اكتر للاوبريشن، لان الاوبريشن موضوع واسع شوية وصعب. لكن انا بروسيس انجينير، طب انا هتكلم. طبعا بروسيس انجينير زي ما قلنا من 0 ل 5 years experience انا مش هتكلم فيه. انا عايزك تفضل بروسيس انجينير، اتعلم شوية ووقف على رجلك شوية. هنتكلم بقى ان انت مثلا وصلت ل 8 years experience وبقيت شاطر جدا في البروسيس انجينيرنج، وبقيت قادر ان انت تمانج شغلك بشكل كويس، وعندك credibility كويسة جدا في الماركت، وعايز ابدا احول للبروسيس سيفتي. ويو ار ويلكم تو جوين ذيس فيلد. والفيلد ده فيلد ممتاز جدا، والكريديبيليتي بتاعته في الماركت عالية وعليه هاي ديماند. فهو انا اشجعك طبعا انك تعملها.
اول نقطه لازم تعرفها في الرود ماب ان انت هتحول الاورينتيشن بتاعتك. انت طول ما انت كنت بروسيس انجينير كنت بتبص للرايت سايد، كنت بتدور على البروفيتابيليتي، بتدور على الكوست سيفنج، بتدور على الاوبريشن افيلابيليتي. فانت دايما شخص بوزيتيف جدا، ولو لقيت حاجه نيجاتيف كنت بتحاول تعمل لها اوفركم، زيك زي بتاع الاوبريشن. لما تروح للبروسيس سيفتي انت هتبص للليفت سايد شويه، هيبقى عندك some fears. لازم تدور على ال area of uncertainties، الحاجات اللي مش مؤكدة، الحاجات الضعيفة. لازم تبقى شخص عندك خلينا نقول نقطة مهمة جدا. يوم ما هتفكر في النقل اعرف ان هي شغلانة متعبة جدا للأعصاب، جدا جدا. لان بتاع الاوبريشن وبتاع البروسيس بيحاول دايما انه يشيلك الليل. هو دايما بيجي لك باسلوب نايس، انا عايزك تساعدني، لكن هو في الحقيقة مش عايزك تساعدك، في الحقيقة هو عايز يمضتك، عشان يوم ما يجي يحصل اي انسيدنت يقول انا البروسيس سيفتي كان معايا وعمل ايفالويشن وعمل فيريفيكيشن ومضالي. فهو دي الكلمه دي بتعتبر بالنسبه له طوق نجاه وبتخرجه. فانت لازم تعرف النقطه دي ان انت هيبقى عليك بيج ريسبونسبيلتي، عليك في ريكويرمنتس كتير منك. فبتبدا تبص للجانب التاني اللي هو بيسموه بقى الورست كيس سيناريو، اللي هم بيسموه ان انت بتبقى زي الجود كاب والباد كاب. انت ضابط بوليس كويس وضابط بوليس وحش، بس في الحالتين انت ضابط بوليس، في الحالتين انت لازم تراجع ولازم تبص. يبقى انت محتاج هنا انك تعرف ايه، محتاج تعرف هنا ايه نقط الضعف اللي موجوده في البروسيس اللي عندك. يبقى اول حاجه في الرود ماب ان انت يو اندرستاند البروسيس اللي انت هتشتغل فيها from the 360 degree. ايه اللي بيخليها تبقى عندها high profit وعندها high availability، بس ايه ال variabilities اللي موجودة فيها، وايه ال uncertainties اللي موجودة فيها، وايه اللي ممكن يخليها يحصل منها مشكلة. في الاخر احنا بنقول البروسيس سيفتي تلخص في كلمتين: اللي موجود جوه الخط لازم يفضل جوه الخط. احنا بنسميهم، او انا اللي صاحب المسمى ده، دراجونز. انت اول ما بتروح لازم تعرف انا ايه الدراجونز، ايه التنين اللي عندي هنا. انا عندي اويل، عندي جاز، عندي H2S، عندي هاي بريشر ستيم، عندي هوت سيرفيس. لازم اعرف ان دول طول ما هم بيتعاملوا كويس وبياخدوا حقهم وبنراعيهم، طول ما هم هيفضلوا جوه البايب لاين او هيفضلوا جوه الفيسل او هيفضلوا جوه الرياكتور. وانس ان انا اهملتهم هيخرجوا عليا. طب احنا كلنا عارفين ان الحاجات دي فليمابل، ممكن تولع. اهملها اكتر هتولع، اهملتها اكتر هتنفجر وهتموت الناس. الاسبوع اللي فات كان في حادث سيء جدا في الصين، نتج عنه وكان انفجار في تانك ميه بستيم، يعني مفيش هيدروكربون، ونتج عنده 10 10 fatalities، 10 ماتوا، 82 serious injuries، 82 اتصابوا، وستة ميست، ستة مش لاقيينهم، بيدوروا عليهم لسه مش لاقيينهم، راحوا فين دول بقى تحت الانقاض. لو احنا جينا بصينا سبب المشكله تافه جدا وبسيط جدا، ولكن النيجلنس اللي بيحصل، الاجنورنس اللي بيحصل بيوصلني في الاخر. يبقى اول نقطه ادرس البروسيس بتاعتي فيري ويل، وابدا ان انا اعمل بريد لاينز على الاماكن الخطر اللي احنا بنسميها في البروسيس سيفتي الميجور اكسيدنت هازارد. دي اول نقطه. يبقى انت كبروسيس انجينير اوريدي انت المفروض فاهم البروسيس كويس. يبقى انت اللي هتبدا تعمله ان انا هروح بكره، بدل ما ابدا ابص على انا بزود الانتاج ازاي، هبدا ابص على ايه الحاجات اللي توقف الانتاج. طيب هو انا وعد عندي هنا، معلش اسف برضو اتفضل. تاني على المقاطعه عشان نبقى لا لا مغطيين اتفضل. الحته دي. هل لازم لو بروسيس سيفتي، لان عشان انا بربط برضو باللي احنا لسه قايلينه من شويه، هل بروسيس اه انجينير بيتخصص في بروسيس معين، وبعدين لو حب يروح بروسيس سيفتي، هل لازم تبقى نفس البروسيس اللي اشتغل فيها بروسيس؟ على اعتبار انا ما اعرفش، عندي يمكن دي مدرسه اولد سكول، بس ان اللي بيطلع بروسيس سيفتي هو لازم يكون اشتغل اوبريشن بروسيس، ويعني اوافقك عنده تماما، ديتيلز فراح اوافقك للبروسيس. تماما. آه ولا ممكن يعني يروح ممكن، بروسيس مختلفه. انا عايز اسمع منك. ممكن ممكن في السكند ستيب او في الثيرد ستيب. يعني احنا قلنا الفيرست ستيب ان هو بروسيس انجينير، السكند ستيب اللي هو بروسيس سيفتي في المكان اللي هو فيه، ليطبق في الشيء اللي هو عارفه. البروسيس سيفتي مجال واسع قوي قوي قوي، وكل يوم بسمع حاجات جديدة وكل يوم بعرف حاجات انا مش عارفها. فهو على الاقل يطبق في الحاجة اللي هو اشتغل فيها، يقدر يشوف هينجح فيها، يقدر يشوف عمل تشينج قد ايه. اصل هو بروسيس سيفتي في النهاية
لازم يبقى في مايلستونز، لازم في مايلستونز اتشيفد. لازم يحس ان انا كان عندي ام او سي سيستم مش شغال، انا بالكونتريبيوشن بتاعتي خليته شغال. انا كانت عندي في بور كواليتي في البي اتش ايز، في الهازوب، في الهازت، في البوت ايز، في الحاجات دي، انا قدرت ان انا اخليها هاي كواليتي. لو انا قدرت في خلال 3 4 سنين ان انا ما اعملش اي انفلونس، وفضلت برضو ان انا بعمل بيبرز وبعمل اكسل شيتس وبعمل، لا، خليك بروسيس انجينير. يبقى انت ربنا ما ادكش الكاريزما او ما ادكش الشخصيه اللي تقدر ان انت تفرض على الناس السيستم. خلاص. والناس ما بتبصش للبروسيس سيفتي ان هو نورمال انجينير اللي هو هيجي يعمل داي جوب ويمشي، لا. unfortunately لا. ليه؟ لانه هو خايف. انت بتعتمد كل شغلك على الفيرز بتاعت الاوبريشن مانجر وعلى الفيرز بتاعت الانجينيرنج مانجر. فانت بتيجي تقول له خلي بالك انا شايف ان ده لو ما اتعملش كذا كذا، ادي الحادثه الفلانيه، والحادثه دي كانت نتيجه بور مينتنس او نتيجه بور ديزاين او نتيجه كلمه بور ما بيحبوهاش، فبتلاقي في التاب روت بيقول لك ايه؟ less than adequate. في التاب روت لما تيجي تعمل انسنت انفستيجيشن يقول لك less than adequate، يعني اقل من المناسب. اوكي، لا انا موافقك. يفضل انا لما جيت بدأت، لما رحت الشارجة، قعدت مثلا سنة او سنتين مركز اكتر في البروسيس انجينيرنج، وبفهمها اكتر وبفهم المصنع اكتر وبفهم ايه. لما جيت نقلت بروسيس سيفتي اخر 4 سنين، كنت بقى بطبق وانا فاهم ايه المشاكل اللي كانت بتحصل. لما جيت رحت اذربيجان خلاص انا كنت عارف اللي هيتعمل هنا ايه، regardless ان انا عندي lack of knowledge في البوليمر. فهنا استعملت مين بقى؟ استعملت البروسيس انجينير واستعملت الاوبريشن. انت احكي لي وانا هلاقي الجابس، انت قول لي وانا هعرف اعمل بي اتش اي واسالك الاسئله المناسبه. طيب، بروسيس انجينير بدولار، بروسيس انجينير ب $10، بروسيس انجينير ب $100. خلينا نتكلم معلش فاينانشال درايف. بروسيس انجينير هيشتغل في شركه صغيره او بروسيس سيفتي، بروسيس سيفتي هيشتغل في شركه متوسطه، بروسيس سيفتي هيشتغل في حاجه انترناشونال. ايه الفرق ما بينهم كلهم؟ طريقتك في السؤال، ازاي تسال. كل ما انت كنت شاطر اكتر في الاسئله، كل ما انت مفيد اكتر طول ما انت شاطر اكتر. طب انا ازاي هسال اسئله وانا مش فاهم اوبريشن، وانا مش فاهم بروسيس؟ اسئلتي هتبقى سيلي جدا. والدليل على كده لما بتلاقي حد ثيوريتيكال بيعمل بي اتش اي سيشن او بيعمل ريسك اسسمنت سيشن او بيعمل انسيدنت انفستيجيشن، الناس في الغالب بتهرب منه. لكن انت لما تيجي تبقى انت شاطر في الاسئله، يبقى تاني شيء ابدا ان انا احضر بيني وبين نفسي كويشنيرز عن الوحده اللي انا شغال فيها. طب عندك ميثودولوجي تستخدمها؟ يس. الميثودولوجي الوات اف ميثودولوجي. الوات اف هي اكتر حاجه فيها برين ستورمنج موجوده في البي اتش اي، لان انت بتفترض سيناريوهات. وات اف حصل انكريس في التمبريتشر، وات اف لو الهيدروجين حصل له قط، وات اف لو حصل اويل ليك على البحر، وات اف ان حصل هاي بريشر والبي اس في ما فتحش، وات اف ان الفيلر طفت في الاوف شور وده حاجه مشهوره. هنا بتبدا تخلي الناس يشوفوا الارياز اللي هم ما كانوش مركزين فيها. طب هل دي حاجة بنتعلمها؟ يعني هل لان بس انا بنتعلم بحاول اطلع البراكتيكاليتي من الموضوع. طب عشان لما الناس مثلا تيجي تسمعنا دلوقتي، بنتعلم يعني هل انا عايز ابقى انقل من بروس اروح بروس سيفتي، بس ما عنديش النقطة دي، هل دي حاجة سهل ان انا اتعلمها واتعلمها ازاي؟ ب 50% تالنت زي اي سوفت سكيلز ربنا خلقها في الحياه. هي 50% تالنت و50% هارد جوب او education جوب. طب تقدر تتعلمها؟ اتعلمها ازاي؟ هقولها في نص دقيقه. اوكي. وممكن بعد كده نبقى نتعرض لها في اوقات تانية ان احنا نقولها بالتفصيل. انا دلوقتي شغال في وحده ديزل هيدروتريتنج فور اكزامبل. بشوف كل الحاجات اللي بتساعدني على الستيدي ستيت اوبريشن، وبسأل عن الفيلير بتاعها اللي هو الفيلير مود افكت اناليسيس، الفيما. يعني انا دلوقتي عايز الهيدروجين بيوريتي يوصل مثلا يبقى 89% 90% عشان الرياكشن. طب وات اف ان الهيدروجين بيوريتي نزلت ل 60%؟ انا عايز دلوقتي يبقى في كوينشنج عشان افضل دايما محافظ على التمبريتشر بتاعت الكاتاليست بيد وما يحصليش تمبريتشر ران اواي مع الاكزوثيرميك رياكشن. وات اف ان الهيدروجين كات؟ ايه السيكونس اللي هيحصل ان انا يخليني دايما في السيف مود؟ وات اف ان الستيم قط على الستريبر تاور؟ وات اف ان البي اس في لو هو سنجل بي اس في ما فتحش؟
وببدا انا هنا بقى خبرتي بقى ايه الثيوريتيكال، ان انا ببص على اللاير اوف بروتكشنز اللي موجوده في السي سي بي اس او موجوده في الاوشا او موجوده في وات ايفر، وبشوف اللاير اوف بروتكشن دي متحققه. اه. طب لو مش متحققه، بخش في حاجه اسمها الالارم ريجن. هل انا اقدر اقول ان ده الارم؟ وده قصه تانية هنتكلم فيه. لا كمان مش الارم، يبقى انا عندي بيج ريسك. خلاص. يبقى انا هنا لازم اصارح المانجمنت، ولازم يبقى عندي شخصيه ان انا اقول لا، مش مناسب. هتخش في ديبيت، هتخش في فايت، هتخش في بيرسونال اوبينيونز. ولكن فين هنا بقى بتساله انت تاني ايه؟ انا قلت لك اللي موجود، وطلع ان هو ريسك رانك 1 او ريسك رانك 2 غير مقبول. انت قول لي حاجات عندك تحركه. فانت هنا بتبدا تحول الرول من ان انت تبقى الديسيشن ميكرز، ان انت تبقى فاسيليتيتور. والاشطر انك تبقى فاسيليتيتور، ان انت تبدا تخلي الناس اللي قدامك هي اللي تديك الاجابات، هي اللي تديك الرد، لحد ما هم يوصلوا يقول لك ايه؟ عندك حق. الصراحه عندك حق. اول ما يبدا يتقال لك كلمه عندك حق، انت كسبت الجيم، وكسبت كل الجيمز اللي جايه بعد كده. ليه؟ الراجل ده بيتكلم كلام لوجيك، بيتكلم كلام ميك سنس. وتلاقي بقى تبدا ناس تقول لك ايه؟ ايوه ده حصل عندنا في التسعينات، ايوه ده سنه 2005 فعلا حصل كده كده كده. يعني الراجل ده فعلا ما كانش معانا في الوقت ده، وهو ما يعرفش ان الحاجات دي حصلت، ومع ذلك هو بيحكي كلام احنا شفناه قبل كده. ده البروسيس سيفتي. فانت بتطور قوي من شخصيتك، وبتتعلم الميثودولوجيز، وبتتعلم ازاي تسأل وتعمل ريهرسلز مع نفسك، تقعد تسأل أسئلة عن الوحدة. ولازم تعرف تسمع للناس كويس، طبعا. تحترم رأيهم، وامتى تعرف تقول stop, I will not continue anymore. انا وصلت النقطة خلاص dead end. مم. طيب يعني خلينا برضو عشان يعني نحط الموضوع في فريمز كده معينة، يبقى خلينا ان الرود ماب بتاعتنا خلينا نحطها اسمح لي مثلا بس في ممكن اشرب. آه، ده بريك كويس. احنا بقى لنا داخلين في ساعة. بالظبط. انا يعني نحاول نحط الموضوع في فريم، او في اكتر من فريم، ان انا عشان انقل من بروسيس لبروسيس انجينير، من بروسيس انجينيرنج لبروسيس سيفتي انجينير. الفريم الاول وهو خلينا نقول السوفت سكيلز او البيرسونال سكيلز. ودي personal سهل skills. حلو. يتعلمها، وفي جزء منها كبير طبعا يرجع ان هي اتس جيفت، يعني هي مولود بيها بقى. يعني ايا كان. بالظبط. الدايمنشن التاني او الفريم التاني، وده اللي انا النوليدج. عايز ممكن نهايلايت عليه، ان انا عايز اسمع محمود، لان بما اني اشتغلت معاك فتره، فانا اه. كنت بشوف محمود بيعمل، فانا عايز اسمع ده يعني، او مش انا يعني. احنا عايزين نقول للناس اللي هي ايه السوليد نوليدج المفروض ان انا ابقى عارفها قبل ما اخد القرار ان انا انقل، عشان لما انقل ما ممتاز. يحصليش دروب، يعني ممتاز، اتعلم ايه. سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا جدا جدا. تتعلم الصنعة. اوكي. تتعلم ان انت تبقى صنايعي، ما تبقاش مهندس طول الوقت. يعني تتعلم انا لما يبقى عندي فايرد هيتر، اقول ابسط حاجة: انا عايز اروح النهارده من غير ما يحصل مصيبة. بس انا بقى الاوبريتور، انا بروسيس انجينير، انا اوبريشن مانجر، انا عايز اروح النهارده مسلم الشيفت بتاعي سيف. فلازم اتعلم ازاي ان هو يبقى سيف. لازم وانا شغال على البانل اعرف ازاي اشتغل within SOL safe operating limits، ولا اطلع عنها ولا انزل عنها. طب انا عشان اعرف كده لازم ايه؟ لازم ادرس كل يونت اوبريشن ويونت بروسيس موجوده عندي بالتفصيل. لازم اتعب، لازم اجيب كتب عن الهيترز، عن الكمبريسورز، عن البامبس، عن الديستليشن تاورز، عن الرياكتورز، عن البي اس فيز، على الفلير، وات ايفر. لازم ادرس كل دول ات ايتش، وافهم كل واحده دول ايه اللي بيخليها هابي، ايه السيف اوبريتنج ليميتس اللي بتشتغل معاها. دخلت كمان في البيزنس اوف ديزاين، يبقى الله ينور عليك. وده اللي احنا كنا بنعملوه في اقلاب، ان احنا كنا بنجيب الديزاين بتاع الهيتر ده اتعمل ازاي، الديزاين بتاع الاوتوماتيك كنترول لوب دي اتعملت ازاي، ايه الفيلير بتاعتها. وساعتها احنا ما كناش نعرف المصطلحات، ما كناش نعرف الاس او ال، وما كناش نعرف الفيلير مود، وما كناش نعرف. احنا كنا بنعملها باي تالنت. خلي بالك انت لو عملت كده ده ممكن يحصل كذا كذا. خلي بالك الهيتر طفى والاي اس دي ما حصلوش اكتيفيشن، اطلع بسرعه قول للاوبريتور ان هو يقفل مانوال الفيول جاز. هو ده البروسيس سيفتي، هو ده الريسبونس. فانت لازم انت كبروسيس انجينير بتبدا من اول بكره تجيب الاكويبمنت اللي عندك في المصنع، تبقى عارفها
يعني باكبر قدر ممكن. مش هتعرفها 100% لان دايما في ناس بتيجي تقول لي حاجات انا ما اعرفهاش، بس انا هعرفها على الاقل بنسبه 70 80%. والبروسيس سيفتي لازم يبقى فاهم في كل المجالات. لازم يتكلم مع الباشمهندس معتز ومحمد جمال الله يبصيهم بالخير، فاهم يعني ايه في التيوننج، وفاهم يعني ايه في الكنترول لوب، وفاهم يعني ايه في البروبابيلتي اوف فيلير اون ديماند البي اف دي، وفاهم يعني ايه الديزاين بتاع الكنترول والسي في والكيو الكلام ده كله. يروح يتكلم مع باشمهندسين الكهرباء، فاهم يعني ايه سيركت بريكرز، انبوت كارد اوتبوت كاردز، فاهم يعني ايه يحصل سيريال كوميونيكيشن ايشيو، فاهم يعني ايه يحصل ان في هاي امبير. يروح يتكلم مع الناس بتوع الميكانيكال، ودول بقى اكتر ناس لازم كويس جدا يبقى فاهم ميكانيكال انتجريتي واسيد انتجريتي. ودي علم بقى تاني نتكلموا فيه. بس البروسيس سيفتي لو ما يعرفش اسيد انتجريتي يخليه شويه ما يعملش الترانسفورميشن، يخليه شويه. يعني خلينا نقول كأنه هو مثلا لان برضو احيانا مثلا لما حد بيسال طب انا حاليا شغال اوبريشن او شغال بروسيس انجينير وعايز انقل اه بروسيس سيفتي، فمثلا يبقى اول حاجه خلينا نقول ان هو يقرا الورق بتاع المصنع عنده. بالظبط. احيانا يقرا الناس كويس. بتستغرب، بتستغرب الرد ده. ولكن يعني يمكن دي برضو حاجه احنا اتعلمناها، ما اعرفش يعني بالصدفه ولا ان المقصود بورق المصنع اللي هو الاوبريتنج مانوالز، الانترلوك كوز سيستم. اند افكت، البند اي ديز. كل الدوكيومنتس اللي هي جايه من اللايسنسور يا اما جايه من الانجينيرنج فيها كنز او فيها كنوز، جدا فيها نولج كتيره. جدا. ولو ما فيهاش حاجه واضحه فهي بتفتح لك سؤال هو ليه هنا، الله ينور. يعني ليه بالظبط. هو دايما واي دي اللي بتوصل بالظبط. ودي يعني انا المين، ودي المين، دي اه البلاتفورم ان انا لما اقول لك تعمل ترانسفورميشن ما تجيش تقول لي اعمل ترانسفورميشن وانت مش مغطي النقطه دي. بالظبط يبقى انت محتاج وقت لسه. هحكي قصه، هحكي قصه. ربنا سبحانه وتعالى رزقني بان انا اعمل انترفيو مع اكبر شركه اوبريشنال سيفتي وبروسيس سيفتي وتكنيكال سيفتي في العالم كله. يعني دي بقى اللي هم الناس اللي هم بيسموهم ايه بقى، اصحاب المجال. فطبعا انا داخل خايف، داخل مرعوب، داخل عديت اول انترفيو كان اتش ار، عديت تاني انترفيو كان افريج تكنيكال عن البروسيس سيفتي وبتاع. التالت انترفيو كان كيس ستادي، اداك اسبوع، اداك كيس ستادي مكونه من 6 7 سطور، وقال لك تعمل عليها برزنتيشن. انت السبجكت ماتر اكسبيرت واحنا الكلاينت، وهتيجي تبيع لنا الشغلانه دي. اوكي. ولو هو باشمهندس محمد عباس معانا ولا ما صادفش ان هو يقدر يحضر؟ فلو معانا بشكره جدا. ساعدني جدا في الموضوع، عمل لي حاجات انيميشنز وحاجات على الجيميناي وعلى اسمه ايه، نانو بنانا، نانو بنانا صح. وقدمت الكيس ستادي وكنت موفق جدا 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 فيها وعجبت الناس. هم بعديها فوجئت بان في انترفيو خامس. خامس ايه يا جماعه وانا هقضي حياتي كلها بمتحن معاكم؟ مع مين بقى؟ ده يعتبر يعني زي بابا المجال بتاع البروسيس سيفتي في العالم. راجل عنده مثلا حوالي 70 سنة، إيطالي، اشتغل في مصانع كتير جدا جدا على مستوى العالم. فاهم؟ تتخيل الانترفيو اللي هو مع التوب نوتش ده بقى بعد ما انا عديت بكلام ثيوريتيكال كتير. الكيس ستادي دي كان اغلبها عن الانتربرايز ريسك مانجمنت، وازاي تقنع الكلاينت، وازاي تتكلم مع السي او، وايه الاسئله اللي هتسالها له، وايه الاسئله اللي انت متوقعها منهم، وازاي تعمل فريم ورك، وازاي تعمل رود ماب، وازاي تعمل ستيجز ومايل ستونز. كلام كله كلام بيزنس اكتر منه تكنيكال. تخيل كان ايه الانترفيو. الانترفيو ساب السي في بتاعي كله، 20 سنه. والانترفيو كله عن الديزل هايدروت ريتنج اللي انا سبتها سنة 2007، او نقوله سنة 2010 لان كان عندنا في اقلاب برضو كيروسين هايدروت ريتنج كانت شبه. فانا فوجئت هو مش هينقل بقى، ما بينقلش. ساعة الا ربع عمال يسألني، ولما تنزل السايت ايه اول حاجة تشوف؟ قلت له الهاوس كيبنج. قال لي ممتاز، هتشوف ايه في الهاوس كيبنج؟ قلت له هشوف الهوزز معمول لها ارينجمنت ولا مرميه في كل مكان. هشوف الكومباستبلز ماتيريال محطوطه كده الراندوم ولا مش متجمعه ولا مش موجوده اساسا. هشوف الستيم ترابس. هشوف الفوجيتيف ايميشنز. الفوجيتيف ايميشنز دي الاميشنز الصغيره خالص، الفس اللي احنا ما بنحسش بيها. هشوف النويز بتاعت الكنترول فالفز وبتاعت البامبس وبتاعت الكمبريسورز. هشوف الاوبريتور اكت، الاوبريتور بيطلع كل قد ايه يبص، وبيكتب اللوك بوك ازاي، وبيعمل هاند اوفر ازاي. اعتقد لو انا ما نزلتش في قلاب على الارض، وما نزلتش في ميدور على الارض، وما نزلتش في اذربيجان وي انا مش عارف اتكلم الكلام ده
خلاص خلصنا، حاجه داخل لي في البروسيس بقى. اشرح لي بقى ايه الميجور اكسيدنت هازارد اللي موجوده عندك في الديزل هيدروتريتنج، وتاثير كل واحده عليهم ايه، وايه المين اكويبمنت اللي انت هتنزل تشوفها في السايت تقول ان هي دي اللي محققه لي سيف زون. قلت له اتكلمت، قلت له في السؤال الاخير ده ايه المقصود يعني؟ قال لي يعني ايه اللي يمنع ان هو يحصل ريفرس فلو مثلا على البامب؟ قلت له التشيك فالف. قال لي واحد؟ قلت له هنحط اتنين، لان لو واحد ما يعتبرش السيف جارد، لان لازم اتنين عشان الاي بي اي 520. قلت له ان هو يبقى اتنين عشان يبقى الليك اقل من 10%، فده يعتبر ان احنا نعمل له كريد السيف جارد. قال لي اه. همسك بقى اللوبه، اطبق اللوبه ازاي على السايت؟ انت جامد قوي بس ممتع قوي، انت ممتع جدا، انا مش عايز اخلص الانترفيو معاك. قلت له همسك اللوبه وانزل ابص على الاي بي الز والسيف جارد، هل هي متطبقه في الحقيقه، وايه البي اف دي اللي حصلت في المينترنس هيستوري. فلو لقيت ان هي عاليه يبقى انا لازم اعيد اللوبه، لان اللوبه بتقول ان هي مثلا 1 في 10 اس ماينس 2 او 1 في 10 اس ماينس 3، وانا لقيتها في الاخر ان هي بتحصل فريكوينت، يعني هي 1 في 10 اس ماينس 1 او ممكن اقل، يبقى اللوبه دي غلط. قال لي تمام. هترجع بقى تعيد الهازوب ازاي بعد ما انت نزلت السايت؟ قلت له هبدا بقى ان انا اعيد كذا كذا اهو. شوف الربط حصل ازاي. الربط جابك من اول ما انت في السايت از فيلد اوبريتور بتبص على ايه وبتبص على ايه، لحد ما وصلك للوبا والهازard والسيل ايفالويشن والكلام اللي هو الكومبليكيتد ان انت ازاي تعمل له ابلكيشن في السايت. ده البروسيس سيفتي. فاذا لما تقول لي انا خدت شهادات، خدت تي يو في وخدت اوشا او خدت سي سي بي اس، ده ممتاز ممتاز جدا. بس لو انا جيت في انترفيو ودخلت لك في الارض ونزلت لك وما لقيتكش صنايعي او ما لقيتكش انت فاهم الناس ازاي وهتخدم لي الاوبريشن ازاي وهتعدل ازاي، انا هقول لك روح ذاكر، وانت معاك شهادات ممتازه، قادر تسمع لي ال 14 اليمنت بتاع الاوشا وال 20 اليمنت بتوع السي سي بي اس ممتاز، وال 20 اليمنت وال 21 بتوع ديو بونت والثمانيه بتوع شيل بروسيس سيفتي فاونديشن، وممتاز انت كويس جدا. قول لي بقى هطبق ازاي. يبقى تاني نقطه في النوليدج لازم نروح لمنطقه الابليكيشن. صحيح. بس دي كده انا ان بريف. ازاي تيجي تقدر تقول لي انا مستعد ان انا ابقى بروسيس سيفتي؟ هجيبك همتحنك في اليونت بتاعتك كويس جدا جدا. اول ما الاقيك في اليونت بتاعتك كويس هبدا ادخلك في السيستم بقى. اوكي. اشرح لي بقى المانجمنت اوف تشينج، اشرح لي بقى الامرجنسي بلاننج اند ريسبونس الاي ار بي، اشرح لي ازاي بتعمل انسيدنت انفستيجيشن، تعرف كام تكنيك في الانسيدنت انفستيجيشن، هل انت طيب سيرتيفايد؟ اه. انا ولا هنيجي يمكن. لحته السيرتيفايد دي لسه هنقلها حالا اتفضل. دلوقتي. قبل ما تدخل لها كنا لسه هنتكلم فيها. طيب يبقى الفريم الاول البيرسونال سكيلز، ودي فعلا مهمه جدا كبروسيس سيفتي انجينير. الفريم الثاني وهو الهارد اللي سكيلز احنا او اتكلمنا النولج. فيه النولج، بالظبط. التكنيكال نولج والتكنيكال بالظبط. سكيلز، ودي متشعبه جدا يعني، والكلام بالظبط. فيها يطول يعني. آه، الفريم هتوضح التالت لنا. بقى اه، السيرتيفيكيشن، ودي نقطة بقى لوحدها. ما دي اللي انا هتكلم فيها. قبل ما نروح اه. للسيرتيفيكيشن، وهي تعتبر ستيل احنا في الفريم الثالث، هل في حاجه دلوقتي نقولها عشان نقفل الرود ماب دي ونروح لموضوع السيرتيفيكيشن؟ اه. هل في اخر حاجة في تريننج؟ الرود ماب. اكيد. هل في تريننج انا محتاج اخده انا كراجل اه. بروسيس انجينير؟ اه. تمام. اه. ادينا ليست كده عشان نكتب اه. ممتاز. مم. النولج مش محتاج تاخد تريننج غير في التكنيكس، محتاج تاخد تريننج في الهازوب، محتاج تاخد بروسيس سيفتي اورنس، محتاج مش الهازوب يعني البي اتش اي ان جنرال يعني، ان هي كتير وكل واحد شاطر في حاجة. ولما في الاكسبيرينس بتاعتك هتتعلم تعمل الوكيشن للتول، ودي نقطة مهمة. من البروجكت سكوب او من الموديفيكيشن سكوب بتقدر تحدد ايه التول. باشمهندس كريم سعيد ليا الشرف ان هو شغال معايا في نفس الشركة، فيمكن اللي انا بقوله ده هو شافه بعينه ازاي انا الكوربريت وهو الاند يوزر في السايت، فشاف ازاي ان انا بقدر اغير التول من واحده لواحده لواحده. وهو على رايه انا هازو بليدر ريزل شويه ليه؟ عشان عندي سترونج اوبريشن اكسبيرينس، فبقدر اخش لك في القلب جوه خالص. فلازم تعرف التول، فهتاخد بي اتش اي تريننج، هتاخد انسيدنت انفستيجيشن تريننج، هتاخد اوديت تريننج. يا سلام لو تبقى ليد اوديتور ايزو 45001 14001 9001. تقول لي بس دي مش بروسيس سيفتي، اقول لك لا. one of the main element في البروسيس سيفتي اللي هي الكومبلاينس اوديت، فلازم تتعلم تعمل اوديت ازاي. الانسيدنت انفستيجيشن مهمه، البي اتش اي مهمه، لازم تعرف ازاي تقرا الدروينجز كلها، لازم تعرف ازاي تقرا البيند اي دي، البي اف دي، جي اند اي دروينج، البلوت بلان، الهازارد اريا كلاسيفيكيشن، ازاي تعرف تقراهم كلهم وتعرف كلهم معمولين الايزومتريكس. اوكي.
تاخد كورس. طبعا دلوقتي انا بتكلم بقى في اللي هو 10 بلس. اوكي. اه. تاخد كورس في الاسيد انتجريتي، لازم تتعلم يعني ايه الكروجن مونيتورنج، يعني ايه الانومالي اللي تعمل ازاي مانجمنت للانومالي. السيكنس بيأثر في ايه، يعني ايه بيجنج، يعني ايه اي لاي، ايه الريسك اللي بيتعمل عليهم ساعتها. لان انت طول ما انت شغال اون شور واوف شور، البيجنج ده عندك حاجه يعني فيري ريسكي ولازم تعملها. اوكي. تتعلم يعني ايه تكتب ريبورت، بس دي خليها في السوفت، احنا دلوقتي لسه بنتكلم في الهارد. يبقى احنا قلنا البي اتش اي، قلنا الانسيدنت انفستيجيشن، قلنا الاوديت، قلنا الدروينجز، ازاي انا عارف اقرا الدروينجز بشكل كويس جدا. قلنا البرنسبلز اوف اتش سي، اللي هي ايه بقى؟ البيرميت تو ورك، الامرجنسي بلاننج اند ريسبونس، الاي بي ار او الاي ار بي، اللي هي الكونتراكتور مانجمنت، ايه الريسك اللي جاي من الكونتراكتور، وايه ازاي اعرف اعمل له مانجمنت والكي بي اي، وازاي اعمل له بري كواليفيكيشن واعمل له تكنيكال كواليفيكيشن واعمل له اوديتنج في المستقبل في الكونتراكتور. ده شيء مهم لان اغلب الحوادث بتحصل من الكونتراكتور اكشوالي. اتعلم يعني ايه اس او بي، ازاي بتتكتب، ازاي بتتراجع، ازاي اعمل بي اتش اي على الاس او بي نفسها. فدي الهارد سكيلز اللي انت لازم تبقى عارفها كويس جدا وتطبقها على الوحده بتاعتك، ولما تيجي اسالك فيها الاقيك بترد عليا بشكل تفصيلي. انت بقى دخلت في ال 18 years experience او عديت ال 15 years experience، هبدا بقى اسالك في حاجات اصعب. لازم تتعلم يعني ايه ار ام، يعني ايه الانتربرايز ريسك مانجمنت، اللي هو بقى الريسك بتاع الكوربريت بقى نفسها. ازاي اربط ما بين الاوبريشنال ريسك مانجمنت اللي هو الار ام اس الريسك مانجمنت سيستم، اربطه ازاي بالاي ار ام بالانترايز بالريسك مانجمنت. لازم اتعلم بقى فاينانس، لازم اتعلم ازاي احسب كوست تو بينيفيت اناليسيس. مهندس احمد رجب راجل مهتم جدا بالاوبريشن، فبيقول لي لا معلش انا مش هعمل هنا ايز دي سيستم سيل 3، انا هكتفي قوي بسيل 1. لازم اقول له اوكي، لو انت ما عملت السيل 3 وحصل انفجار في المكان ده نتيجه الفيلير، انت هتخسر هيتر. الهيتر ده عشان تعمل له ريبير وانت اوريدي شغال في ريموت اريا زي مصر او زي العراق او زي تركمستان او زي في لوجيستكس عندك لونج ليد ايتمز ممكن توصل لشهرين وثلاث شهور، والهيتر نفسه تكلفته قد كده، انت هتخسر حوالي 50 مليون دولار. في الوقت اللي انت السيل 3 ده كله هيكلفك مثلا حوالي مليون دولار زياده. فاذا الكوست تو بينيفيت اناليسيس بالنسبه لك، خد تدفع مليون واشيل منك الريسك بتاع 50 مليون او بتاع 10 مليون، ولا تغامر وما تدفعهوش. انت الاند يوزر، انت المانجمنت، جاست ديسايد. بس انا كبروس سيفتي مش همضي على اللي انت تقوله، انا همضي على ان هو لازم يتعمل سيل 3، ولكن هي subjected to management approval. وترجع ورا، انت مش صاحب الشركه ولا ابن صاحب الشركه، انت بتدي راي. يبقى انا لازم اتعلم هنا فاينانس، اتعلم يعني ايه الار او اي، احسبه ازاي، يعني ايه النت بريزنت فاليو، انا في المستقبل الفاليو دي هتبقى اكسب ولا اخسر. اشوف الديسكاونت ريت اللي بيختلف من كونتري تو كونتري حسب الانفليشن بتاع العمله فيها عامل ازاي. ابدا ابص لقدام ان انا ابدا احسب البي باك لو انا بشتغل على بروجكت. ما انا ممكن اعقد البروجكت بالبروسيس سيفتي ريكويرمنتس اللي انا عايز، ان انا زي ما قلت ان هو علم كبير فممكن اعقده. لازم ابقى انا كمهندس شاطر بشتغل في الالارم، وبشوف برضو الاورينتيشن بتاعت الشركه دي قد ايه. لما اشتغل في اوف شور كل اللي عندهم خمسه سته اكويبمنت، غير لما اشتغل في بتروكيميكال وريفاينري. بتروكيميكال وريفاينري هصرف اكتر لان الريسك ريجن او الريسك باوندري اعلى. فانا كده اعتقد ان انا غطيت كميه كبيره من الهارد سكيلز. لو هو قدر يخلص الكلام ده هقول له ويل دان، ولو هو فوق ال 15 سنه لازم يخلص الدقيقه الاخيره اللي انا اتكلمت فيها دي. طيب، اخر خش جزئيه. سوفت سكيلز. يا ريت يا ريت، لا يعني احنا لسه ما غطيناش السوفت سكيلز. سوفت سكيلز هي اهم حاجه للبروسيس سيفتي انجينير، شاء ام ابى هي اهم شيء. السوفت سكيلز لازم تروح تاخد كورسات كوميونيكيشن سكيلز، ازاي تعرف تتكلم مع اللي قدامك. والكوميونيكيشن سكيلز زي ما بيقولوا هي بتتكون من 7 بوينتس. اول حاجه السندر، انت السندر، انت اللي بتبعت الرساله. الريسيفر، باشمهندس احمد رجب والناس اللي سمعانا النهارده هم الريسيفر. فانا دلوقتي باخد الرساله باشمهندس احمد رجب، بجاوب عليها في شقين. بجاوب عليها للناس اللي عندهم ديب تكنيكال، وبجاوب على الناس اللي هم بيحضروا معانا النهارده وبياخدوا زي اوفر اول نولج. تالت حاجه الكودينج.
لازم اعمل كود. ما ينفعش ان انا اخش لدكتور الاسنان اقول له انا عندي الانفراستراكشر بتاعت الضرس فيها كراك. لازم اروح اقول له انا عندي وجع في الضرس ده تقريبا مسمع للعصب. يبقى انا لما اجي اوصل المسج للمانجمنت لازم اعرف الشركه اللي انا بشتغل فيها دي الثينكينج بتاعها بتاع المانجمنت عامل ازاي، الاورينتيشن بتاعتهم عامله ازاي، الليفل اوف نوليدج بتاعتهم عامله ازاي. دي ناس متعلمه في كامبريدج وجايه من اعلى مستوى زي في اذربيجان فور اكزامبل، هم هناك بيصرفوا على الناس جدا في التعليم. فانا مفتوح المجال ان انا اتكلم في الارب ديمونستريشن واتكلم في كوست بنفيت اناليسيز واقول لا المصنع ما ينفعش يشتغل دلوقتي. وفي شركات هي عايزك تدينا كلمتين من الاخر، تقول لنا نكمل ولا نقف. انت بقى اللي تعمله تحت ده اوكي هنبقى نستمتع بيه، بس ادينا في الاخر ديسيشن. يبقى انت لازم تتعلم الكوميونيكيشن سكيل، لازم تعرف تكود الكلام، لازم تعرف التايمنج. لان اكتر حاجه بتخسرك هي التايمنج، او بيسموها البور تايمنج. ان انا اجي اقول لك رايي في وقت في كونفليكت كبير ما بين الاوبريشن والانجينيرنج، فهنا رأيك هيبقى بايس. ده هيقول لا ده بيقول عشان هو ليه علاقة هنا. لازم هنا تعمل لهم برين ستورمنج سيشن، وانا شخصيا اتعرضت لموقف زي ده. لان هو برين ستورمنج انا رأيي مش موجود، انا هسأل ده وهسأل ده واسأل ده واسأل ده، وخلينا في الاخر من الاجابات نوصل لمين فيكم الصح. دايما الناس بتختار الصح اللي ما بيحملهمش المسؤولية. دايما الناس بتختار اللي ما يحصلش فيه فاير او يحصل فيه انفجار وتقول انت السبب. الناس اول ما بتوصل للبوتtom بوينت دي بتوصل. في حاجات تانية احنا قلنا البور تايمينج، سندر ريسيفنج، الكودينج، الواي اوف كوميونيكيشن، بالتليفون غير الواتساب غير بالايميل غير فيس تو فيس. فانت لازم تتعلم كوميونيكيشن سكيلز كبروس سيفتي عشان تقدر تكلم الناس اللي معاك بالبيست واي اللي تقدر تناسبهم. لازم طيب. تتعلم ليدرشيب سكيلز، مم. ازاي تبقى ليدر، ازاي تقدر انت تقف في ميتنج يبقى عندك الفاينل ديسيشن، ولازم ازاي تبقى عندك القدرة انك تقول جو اور نو جو. حتى لو اللي بعديك عمل اوفركم للديسيشن بتاعك انت تفضل محافظ على رأيك، والارزاق بتاعت ربنا. بس صدقني الناس بتحترم جدا 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 اللي بياخد رأي وبيبقى مقتنع بيه ويثبت عليه. لازم تتعلم اكيد. leadership سكيلز، لازم تتعلم بروبلم سولفينج، ازاي تفكر. كل ده على فكرة علم. وانا ارشح في مركز ممتاز انا شخصيا لي اكسبيرينس فيه، موجود في اسكندريه وموجود في القاهره وموجود في الامارات وموجود في قطر وموجود في عمان. اسمه نوتنج هيل كوليدج، دي جامعه انجليزيه بزنس سكول، وبتدي الكورسات دي على اعلى مستوى. وانا شخصيا كان ليا اكسبيرينس معاهم، وصدقني صدقني غيرت من المايند سيت بتاعتي كتير جدا، وفتحت لي نقط ما كنتش ابص عليها. فدي السوفت سكيلز، ازاي ان انت يبقى ليك شخصيه. وطبعا احنا قلنا ان هي 50% تالنت، اوكي. والناس اللي طالعة من مناطق من هو صغره بياخد وبيدي وبيتكلم وي وي، غير الناس اللي شبه ولادنا اكتر اللي طالعين يمكن نقدر نقول ان هم انتروفيرت اكتر من ان هم اكستروفيرت. فهنا برضو النقطة بتاعتنا احنا كمصريين بتساعدنا اكتر في السوفت سكيلز، ولكن لازم ننميها. فانا اعتقد كده ان دي البورتفوليو اللي انت لازم تغطيها سواء في السوفت سكيلز او سواء في الهارد سكيلز عشان تبقى جود بروسيس سيفتي انجينير. اقدر اقول لك ان انت شخص ماشي في الرايت تراك. تمام. تمام. يعني مش لاقي كلام اقوله. لا قول اللي ما انت شاء عايزه. الله، يعني ربنا يجزيك كل خير يا باشمهندس محمود. ربنا يخليك يا رب، كتر خيرك. لا يعني ما شاء الله معلومات قيمة يعني. انا هرجع اتفرج تاني على الحلقة اكيد عشان لا اكتب. حبيبي، الواحد بيقول اللي ضميره يملاه عليه، يعني اصل العلم لا يخبى يعني. اكيد اكيد. اتعلمنا طيب. منك دي. النقطة الأخيرة ودي احنا يعني في عجالة كده، عايز اسمع وجهة نظرك لان الموضوع ده هو مش محير ولكن هو فيه ديبيت كتير برضو. والسيرتيفايد والكواليفايد هو الاهم، تمام. لان في ناس بتسال انا هروح اخد الكورس ده واخد السيرتيفيكت دي علشان التايتل بتاع السيرتيفيكت، او ان انا بقيت ستامبد، او ان انا خلاص كده معايا السيرتيفيكت دي او انا بقيت اكريديتد، ولا الاهم الكواليفيكيشن النولج بتاعتي والاكسبيرينس السوليد نولج سكراتشز اون ذا شولدرز. طبعا يعني الاجابه اكيد you must be qualified. you must. واللي احنا كل اللي اتكلمنا فيه في الساعه اللي فاتت دي ان انت how to be qualified. بس qualified هم نقدر نقول ايه، هي القميص والبنطلون. انت خلاص لبست ولابس لبس مناسب،
يعني لبس يقدر يدخلك ميتنج، يقدر يخليك تشتغل. السيرتيفايد بقى هي البدله الغاليه والساعه الغاليه والطاي الغاليه، هي دي بقى السيرتيفايد. ان انا بعد ما بخش في الانترفيو او ما بخش، ببدا بقى ان انا باين ان انا شخص صرفت فلوس على نفسي، وفاهم ايه التوب سيرتيفيكتس اللي موجوده في الماركت. بقول لك ان انا معايا توب روت از انفستيجيشن ليدر، دي ذا توب نوتش في الانسيدنت انفستيجيشن. معايا CCBS صعبه، اعتقد معانا هنا مهندسين، مهندس كريم مع CCBS، ومهندس آه، في ناس تانية كتير لا يسعفني حاليا تذكر الاسماء. شهاده صعبه وشهاده كبيره. معايا الTUV ودي شهادتي المفضله. ولكن لو انت هتروح تاخدها وهيحلوا لك الامتحان ويدوك أسئلة الامتحان قبلها بيوم، زي للأسف بيحصل في دول معينة، صدقني أنت ظلمت نفسك. ظلمت نفسك. أنا خدت الTUV في إنجلترا وكانت صعبة جدا، وقعدت ليل نهار أذاكر 5 أيام، وكان الامتحان صعب ويا دوبك نجحت فيها على الرقم. لما بشوف ناس تانية بيجي يقولوا لي إحنا 30 واحد دخلنا ونجحنا، بحس إن أنا غبي قوي. طب هي الناس دي دخلت 30 واحد نجحوا ازاي وانا يا دوبك جبت ال 75 ولا 77%؟ بكتشف بعد كده ان هو مديك الاسئله قبلها بيوم وبيساعدك وانت بتحل. طب انت استفدت ايه من الشهاده؟ ما انت لما تيجي تقول لي ان انت واخدها في الانترفيو انا هسالك فيها. فلو ما جاوبتش هعرف ان بقيه شهاداتك كمان ضرب. انت اللي خسرت. طيب انت شايف من الماركت سكان كده، هل لازال لها، بغض النظر عن بروسيس سيفتي او السيرتيفيكت نفسها في اي مجال، هل لازال لها وزن في مم، الاويل اند جاز اند بتروكيميكال اندستري؟ يعني هي الناس دلوقتي يعني بتفترض مثلا. 10، اللي هو الفتره بتاعت من 8 years ل 12 years experience بيبقى ليها وزن، لان الليفل ده كتير في الماركت. اوكي. فبقدر ان انا ده يرفعك درجة عن زميلك لو انتوا الاتنين في نفس الكواليفيكيشن والكومبتنسز. لو عندكم نفس المهارات وعندكم نفس الكفاءة، ببدأ ابص للسيرتيفيك اللي انت سيرتيفايدز في ايه وايه وايه. ممكن to list some major certifications للبروسيس سيفتي انجينير، زي ما قلت الTUV، سواء تاخد الBHARA، او لو انت متقدم اكتر تاخد الSIS. انا واخد الاثنين، والSIS اصعب من الBHARA. تقدر تاخد الCCBS شارتر انجينير، تقدر تاخد التاب روت. عندك تاب روت، عندك كيفن توب سيت، عندك سلوجيك، واحده منهم للانسيدنت انفستيجيشن. تاخد ليد اوديتور. عندك الDNV بيقدموا ليد اوديتور، عندك ريسك تك بيقدموا ليد اوديتور. تاخد emergency ريسبونس، دي هتفيدك كتير. تاخد طبعا، ودي صعبة وجميلة، واشكر الباشمهندس محمد السيد، سواء معانا او مش معانا هيسمع بعد كده، كان هو السبب ان انا اخد الاوبيتو كومبتنسي اسيسور. والاوبيتو كومبتنسي اسسمنت بتخليك شخص فعلا عندك ثقة في نفسك، ان انت تتكلم الناس في انترفيو او في شركتك ان انا اقدر ازاي in a systematic way اعمل لك competency evaluation واطلع لك results without my point of view and without be a bias. very systematic، وهي شهاده مش سهله. دي very good credit كمان من اسم كبير زي اسم الاوبيتو يعني. فدي عندك certifications، دي اللي انا خدتها عن نفسي. انا ما خدتش الCCBS، بس واخد باقي اللي انا قلته ده كله. انت عندك حاجات تانية خدتها اكتر مني، فدنا بيها وقول لي. ولكن انت بتوصل بقى للليفل بتاع 15 years experience و above، لا، بيفرق معاه بقى النولج بقى بتاعتك والكواليفيكيشن بتاعتك اكتر. خلاص انت راجل عديت مرحله انت سيرتيفايد، انت راجل بقى هتيجي تمسك هيد، هتمسك مانجر، وعليك ريسبونسابيلتي عاليه. فلازم بقى اختبرك صحيح. صحيح. اه. يعني خلينا نقول ان السيرتيفيكت هي شيء زي المكملات الغذائيه، زي الفيتامين. لو انت مش واكل كويس يبقى هي ملهاش لازمه يعني. بالظبط. صحيح صحيح. بالظبط كده، الله ينور عليك، حلو جدا التشبيه ده. I love it طيب. يعني. طيب يعني باشمهندس محمود، انا برضو مش عايز اطول على كفايه يعني، باخد من وقتك، انا بعتذر لك جدا، مفيش ولكن اسئله؟ بصراحه طيب انا كنت حابب ناخد اسئله من الناس، اعمل المعلومات، لهم بوش ان المعلومات هم احنا يعني يسالوا. احنا موجودين، لو حد حابب يسأل سؤال او في استفسار معين، احنا يعني او لسه اسئله موجودين. شخصيه، حاجه في الحياه انت الناس يعني. هتجيلك بقى. اه، ونربطها الناس هتجيلك، بالبيزنس. يعني انا بريكومند جدا لو حد عنده اي استفسار او بيسأل عن حاجه، سواء بالظبط. مش بس في البروسيس سيفتي. مش محمود ما شاء الله كفرد اكتر من اريا، يسأل باشمهندس محمود، يعني هو راجل ما بيبخلش على حد بمعلومه. اتفضلوا طبعا. ربنا يجزيك كل خير.
طيب الرحلة شيقة جدا والمعلومات كتيرة والحلقة دسمة، وأنا قاعد بسمع وعمال الحتة دي أنا عايز أروح أبقى أسمعها تاني هي بقى. حلوه فعلا عشان ما فيهاش تكنيكال كتير. لا، هي فيها تكنيكال كتير. فعلا هي فيها حاولت والله تكنيكال. اقلل منه. ما اعرفش ايه وجهة نظر انا، لو انا بسمع الحلقة دي كاودينس، وده انا هعمله. فيها حاجات حلوه كتير على فكره. فمن الكلام انا هطلع حاجات هروح اه اذاكر تاني في حاجات محتاجة. فيها نقط كتير والله، اللي هيغطيها فعلا هيستفيد وينبسط جدا يعني انا جدا دايما جدا. بقول للناس، يعني مش بس حتى في المجال بتاعنا، لو انت بتسمع اي حاجة مثلا، حاول دايما يبقى معاك ورقة وقلم كده، او على الموبايل مثلا، او اي حاجة انت سمعت 3 حروف. يعني النهارده احنا الحلقة كانت مليانة ثلاث زي ما حروف احنا كتير. عملنا اهو، بص احنا قعدنا نذاكر انا وانت بالظبط قبل ما نبدا بالظبط. اهو. فدي نصيحة فيري جينيريك، يعني الواحد حتى لما بيحضر اي محاضره او اي سيشن في اي مجال، يعني بس فانت بتبدا بتسمع مصطلح. عارف يمكن الموضوع ده، بس يعني انا دي نصيحه. فما بيضايقني جدا لو ما اعرفش هو بيدل على ايه، لازم اجري اه بسرعه اعرف بيدل اه على ايه. لان انت ممكن تلاقي فيه كتب في المصطلح ده، فتبدا تفتح صح لنفسك. دونت صح ليميت يور سيلف، يعني انا يعني دي صح نصيحه لاي حد، يعني ما تحاولش تلمت نفسك. احنا عندنا وقت، ما حدش ما عندوش وقت. ما عندنا صح. اكسس دلوقتي على اي حاجه. غير يعني مش اكسس على شات جي بي تي، ولا ما تستسهلش. انت سهل ان تلاقي كتاب. which ان هو سترونج تول. اكيد اكيد لو اكيد عرفنا لو عرفنا نشغله عندنا. اكيد اكيد انا اه مش بس ده مش قصه مش تانية مختلف. لوحدها بقى اه. اه لا، انا ستيل يعني برضو بحب الحته بتاعت الاولد سكول شويه، ان خلاص طب في معلومه سمعناها من مهندس محمود النهارده، طب انا هروح اسيرش كده على جوجل، هتلاقي فيه بالظبط. مراجع، هتلاقي فيه صح حاجه، صح فنتكلم صح فيها. صح. باشمهندس محمود، انا بشكرك مره تانية جدا على وقتك، وربنا يجازيك كل خير، وحلقه طب قويه جدا. بما ان احنا ما عندناش كيو اند ايه، اوكي، اسمح لي ان انا اسال نفسي اه سؤالين طبعا، طب دي حاجه كاني كويسه طرف جدا. ثالث وانا هجاوب عليهم. طيب تمام، انا خلصت اول الاسئله اللي عندي سؤال على حد ما انا اوكي، عارف، يعني واتمنى ان في دي حاجه حد يسال، كويسه. يعني انا مش عارف هل احنا ما فيش حد معانا، طبعا انا مش شايف، ولا في حد وانا معانا وما اعتقد عشان بيسالش. ممكن يكون التوقيت في مصر، اعتقد دلوقتي الساعه اه 5 تقريبا في مصر، وكان يعني في وقت شورت شغل. نوتس ولا احنا ما نزلنا او شيء، ولكن صحيح نستقبل بعد كده اسئله على الجروب او على اليوتيوب، ونقدر بعد كده ان احنا نجاوب عليها in a right way. صحيح. هسأل نفس السؤال. طب دلوقتي انت دلوقتي انا عندي تقريبا 20 years، السنه الجايه ابقى 21. ايه اللي انت دلوقتي طيب بتدرسه او بتتعلمه بعد اللي انت ذكرته لنا ده كله؟ لان اللي انت ذكرته ده كتير قوي اساسا. فايه اللي انت بتدرسه بقى وبتعلمه، ولا انت وقفت خلاص الليرنينج كيرف؟ هرد هقول لا، في areas لقيت نفسي مش strong فيها enough، وبقالي حوالي سنتين بدرسها بقوة، اللي هي الارياز بتاعت التكنيكال سيفتي. ان انا ازاي بقى اللي هو الجزء بقى بتاع ام بي وريسك تك ودي ام في الشركات بتاعت الديزاين او شركات الانجينيرنج. ازاي اعرف اعمل كيو ار اي، ازاي اعرف أعمل، مش ازاي اقراها، انا بقراها من زمان وبراجعها من زمان، لا ازاي اعملها. حتى لو معيش سوفت وير، ايه الايكويشنز اللي موجوده في السوفت وير اللي بتطلع لي الريزلت دي. ازاي اعمل كيو ار اي، فيرا، ايرا، في ديسبرشن موديلز، فيزر، ان انا ازاي اليد سيشنز اعلى شويه من البي اتش اي زي الفيزر. الفيزر ده بيبقى المجمع بتاع كل السيفتي اللي اتعمل في المشروع كله. ازاي ان انا اعمل دي اس بي، اعمل ديسيشن سنجل بروجكت. ازاي ان انا اخد ديسيشن ان انا البروجكت ده انا كبروسيس سيفتي موافق عليه وما موافقش عليه من اكتر من اليمنتس. ازاي ان انا في الهازارد اريا كلاسيفيكيشن، الزونز كلنا حافظينها، ازاي اقدر ان انا اوازنها مع ادكش. فالتكنيكال سيفتي بالنسبه لي مجال خصب، مجال صعب. احنا كناس بتوع اوبريشن او بروسيس دايما كنا بنراجعه مش بنعمله. فانا بقى لي حوالي سنتين او 3 سنين وصلت فيه الليفل معقول جدا، ولكن لسه انا مكمل فيه. فانا بنصح برضو اي حد معانا هنا قدر ان هو يوصل في ليفل كويس او في البروسيس انجينيرنج او في البروسيس سيفتي، ان هو يبدا يهتم بمجال التكنيكال سيفتي. وده باي ذا واي انت تبدا فيه من 1 years experience، صحيح لان ده مجال بقى مختلف وانت بتبدا فيه في حته تانية. هسال نفس صحيح. سؤال تاني. ايه مناطق الفشل اللي انا تعرضت لها؟ ايه اه الفيليرز؟ ما هو انا عمال احنا اقول كلام 12. جميل. اه
اكيد الحياة مش وردية، صحيح. واكيد الحياة فيها صعوبات كتير جدا جدا جدا. واكيد مش كل الرحلة اللي انا اتعرضت لها دي انا كنت دايما بسقف لنفسي، او كنت دايما هابي، او كنت دايما ناجح. لا 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 خالص. اتعرضت لفيليرز كتير، اتعرضت لفيلير في مصر، ده اللي دفعني ان انا ادور على سفر. قعدت 3 سنين اشتغل على نفسي، عملت 21 او 24 انترفيو قبل ما اطلع من مصر. نجحت في 20 منهم وفشلت في 2. ال20 دول كانوا كلهم مش شايفها اللي هي الاوبورتونيتي بتاعتي ان انا تخليني اقدم استقالتي من القطاع وامشي. كنت شايف ان انا افضل، رغم اني كنت بتعرض لكثير جدا من الاحباطات، وان انت مش هتسافر وان انت صغير. انا سافرت عندي 6 years experience، بس زي ما قلنا ان هي كانت against the physics، كانت منحة إلهية. بس منحة إلهية بعد ما انت تعبت فيزيكالي وتعبت منتالي لمدة 3 سنين، تعب شديد جدا جدا جدا، فربنا سبحانه وتعالى بيديك بعد كده. اتعرضت لفيلير اول ما رحت قطر، ان انا لقيت نفسي ما بعرفش اقرا واكتب. لقيت نفسي شاطر قوي في الاوبريشن، بس اول ما بيطلبوا مني ان انا اكتب تكنيكال ريبورت رايتنج، او ان انا اعمل برزنتيشن في ميتنج، او ان انا قاعد قدام ناس. كان عندي 44 ناشوناليتيز وكلهم على اعلى مستوى. جي تي ال اور جي تي ال منقيه الاشخاص بالواحد، حرفيا بالواحد. لقيت نفسي ان انا مش عارف اقرا واكتب. مش بعرف اقرا واكتب بالمعنى طبعا اللي انتوا فاهمينه، ان انا مش قادر ان انا اي ادابت، او ان انا اي كوب مع الليفل اللي انا شايفه. قعدت اول سنه اللي هي 2011 اتعلم الريبورت بيتكتب ازاي. كان معايا واحد زميلي كندي اسمه بول موريني، كندي اصلي. كان شاطر جدا في الكتابه وفي القرايه وفي عمل البرزنتيشن، بس مش قوي تكنيكال. فعملنا زي مع بعض تبادل مصالح. انا اشرح لك تكنيكال وازاي تحسب الان بي اس اتش وازاي تروح تبص، وانت علمني بقى اكتب الريبورتات دي بالشكل اللي انت بتطلعه اللي شبه الجرايد الاجنبي دي. في خلال سنه كان مستواي اتحسن كتير جدا. بعد سنتين كنت تقريبا زيهم. في ثالث سنه كنت واخد احسن مهندس في الشركه 2018. سافرت لندن، قعدت فتره طويله، وسافرت ايطالي، وعملت يعني هو. بس في اول سنه حقيقي، وكنت معرض جدا ان انا يتعمل لي ترمينيشن جدا. ودي قصه مسليه جدا، ازاي عديت مرحله ان انا ما يتعمليش ترمينيشن دي. فده فيلير، فيلير. بس بقدر ان انا اطلع منه. اتفضل، عايزك تقول حاجه. اه احنا انت بس سافرت؟ معانا سؤال. اتفضل. آه دلوقتي انا شغال اوبريشن من حوالي 7 سنين، وحقيقي شغال وحقيقي شغل البانل ده شغل لا يليق باي مهندس. هلا طبعا على الجمله، لا طبعا شغل البانل يليق بمهندسين كتير، وفي شركات كبيره البانل كلها عندها انجينير. الايجيبشن ال ان جي، ميثانيكس، وحتى بره مصر في شركات كتير البانل فيها مهندسين. فانا بس عندي تحفظ على الجمله دي. زهقت من شغل البانل وعايز تنقل، بتبص جوه شركتك نفسها. هل انت عندك فرصة انك تتحرك تبقى شيفت انجينير؟ عندك فرصة ان انت تبقى بروس انجينير؟ اه عندي فرصة، او لا ما عنديش فرصة. طيب هل انا عندي انت كاتب هنا ولا لاقي فرص بروسيس فريش؟ لا طبعا، بعد 7 سنين ما ينفعش انك ترجع فريش، اتس نوت فير. صحيح. فابتدى تشوف بره او في شركات اخرى. هل انت تقدر انك تقدم على بروسيس انجينير؟ لا ما اقدرش. يبقى انت قدامك من دلوقتي سنتين وانت قاعد على البانل اللي انا قلتها في اول الفيديو، تتعلم ازاي تبقى بروسيس انجينير، وتقعد مع زمايلك البروسيس انجينير، وتصاحب واحد منهم يكون انسان مخلص، انسان امين، انسان ما بيعزش المعلومة، يقدر ان هو يعلمك. وبعد كده هنيجي نتكلم انا وانت تاني بعد سنتين، ونشوف هل انت بقيت كواليفايد انف ان انت تعمل كارير ترانسفورميشن، ولا انت مجرد زهقان. لو مجرد زهقان، كلنا زهقانين اقسم بالله، فده ما اقدرش ان انا اغيره لك. فذاكر لي شويه وتعلم. وانا شخصيا اهو، انا ما اعرفكش، مستعد تحدد معايا ميعاد اي وقت نعمل مع بعض ايفالويشن، واشوف انت وصلت لاي ليفل، واقول لك اذا كنت انت يو نيد تو جو اهيد ان انت تغير، ولا انت لسه معاك محتاج وقت. طب ايه اكبر فيلير مم. في الحياه؟ اكبر فيلير في الكارير او في الحياه، وتش ان دي بقى انا بسالها من محمود لمحمود. الادابتيشن مع ان انت بره مصر. ده شيء انا شخصيا فشلت فيه. انا بقالي 15 سنه بره مصر، وبقالي 15 سنه مش مرتاح ان انا بره مصر. ولا انبهرت بدبي، ولا ارتحت يعني بنسبه كبيره في اذربيجان والاوبن لايف والخضره والجمال. كل حاجه هناك في اذربيجان جميله، كل شيء، من اول بني ادمين ماشيين على الارض لحد الشجر اللي في الشوارع والجو، كل شيء. ولا كنت حاسس بالراحه في قطر.
وكل دول مش عيوب في البلد، كل دول عيب شخصي انا فيه. فلازم تسأل نفسك قبل ما تقرر ان انت تسيب بلدك وتسافر وكل شيء، هل انت هتقدر انك تحقق السعادة؟ ومفيش حاجة اسمها سعادة، تحقق الساتسفاكشن، الرضا في المكان اللي انت هتبقى فيه، ولا هتفضل بالنسبة لك اتس بوكس، الغرض منه الوحيد ان انا بشتغل عشان عندي financial needs، عشان عايز اتطور من شركة لشركة، عشان عايز اربي العيال. النقطة دي مهمة. طب انا بعد 15 سنة دي وصلت القناعة، وصلت القناعة، وصلت القناعة ان انا عايز ارجع مصر. 50% I will success، 50% I will fail. I know. بس اشمعنى باجي عند مصر وبخاف من ال 50% بتاعت الفيلير؟ ليه احنا قبلنا الفيلير لما رحنا دول تانية؟ وليه لما بنيجي في مصر بنقول لا مش هنقبل الفيلم، رغم ان احنا بننزل في الاجازه بننبسط؟ هتقول لي ما انت عشان في الاجازه بتبقى الحياه سهله. لا خالص. في الاجازه بتروح تعمل رخصه وبتعمل باسبور وعربيتك بتتخبط، وبتمشي في مناطق راقيه وبتمشي في مناطق شعبيه وبتقابل ناس حلوه وبتقابل ناس وحشه، ان انا بنزل مثلا في السنه 4 5 مرات، فانا بالنسبه لي مش الشخص اللي بينزل. ده الفيلر اللي في حياتي، المين وان، ان انا ما قدرتش اعمل ادابتيشن with the environment اللي انا بعيش فيها. اهتميت قوي بالبيزنس اكتر من ان انا اهتميت بماي سوشيال لايف، ولكن اديت جود سوشيال لايف للفاميلي بتاعتي. فانا البلان بتاعي الفتره الجايه ان انا الاقي جولدن اوبورتونيتي في بلدي، ان انا اقدر افيد الشباب اللي هو احنا النهارده بنكلموه ده، بس يبقى فيس تو فيس. حابب ان انا انقل خبرتي كلها للشباب الموجود من غير ما اخبي منها اي شيء. ولو بقيت اشطر مني انا هبقى سعيد ليك جدا جدا، بس اذكرني في حياتك بالخير. وده التارجت بتاعي دلوقتي اللي عندي، ان انا اطلع من الفيلير بتاعت النون ادابتيشن اللي انا موجود فيها، واخد الريسك بان انا ارجع مصر وابدا فيها حياه 3 سنين 4 سنين، وبعد كده اقرر بقى اذا كنت عايز استمر فيها او اروح بلد تانية او اروح يوروب او اي شيء. انا كده خلصت من ناحيتي، اتكلمت تكنيكال از ماتش از بوسيبل، واتكلمت لك بيرسونال عشان دي نقطة مهمة. مفيش حد فينا مرتاح الراحة اللي انت متخيلها مهما كنت ناجح في الكارير بتاعك. شكرا يا باشمهندس احمد. بشكرك جدا يا باشمهندس محمود، حلقة قوية جدا. ثانك يو فيري ماتش. وكويس الجانب الإنساني أعتقد يعني إحنا ككاريرنا كمهندسين، وفي جزء الجانب الإنساني ده إحنا أحيانا الناس بتهمله يعني ما بتركزش عليه، هو طبعا. جزء مهم جدا. your mental health is the first priority. أكيد 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 لا شك يعني. طيب باشمهندس مظبوط. محمود، بشكرك مرة أنا يعني كل ما أجي أقول أشكرك تلاقي في هو حد بيسأل إزاي أتواصل مع حضرتك يا باشمهندس. هو الحلقة دي يعني إحنا ممكن أحط اللينك بتاع المهندس محمود مصطفى على في الكومنتس بتاع الحلقة، لينكد إن، ممكن تدخلوا تتواصلوا معايا يعني بعد إذنك يا هندسة طبعا. اتفضل طبعا. وفي طريقة اسهل ان هو ممكن يكتبوا لنا الاسئلة على الجروب اويل طبعا. جاز بتروكيميكال، او على اليوتيوب، وانا من فترة لفترة هخش اشوف الاسئلة. صحيح. ولو هي just short answer هرد على صاحبها، ولو هي محتاجة further discussion ممكن ان احنا نحدد 10 minutes call او 15 minutes call نقدر ان احنا نتكلم فيها مع بعض. مرة تانية بشكرك جدا باشمهندس حبيبي يا محمود، هندسة. أكتر من ساعة ونص دلوقتي. أنا بشكرك جدا، حلقة اتمنى دسمة. الناس ما زهقتش بس. لا لا أبدا يعني، لسه لحد بحاول أقفل وفي أسئلة. طبعا في كومنتس كتيرة الناس بتشكر وكده، بس إحنا كنا عايزين الكويشنز. إن شاء الله بإذن الله هنكمل الحلقات الجاية في نفس الموضوع، الكارير ترانسفورميشن. هنحاول نغطي أكتر من محور أو أكتر من نقلة أو أكتر من شيفت، وفي مفاجآت تانية ممكن نتكلم فيها. احنا كنا حتى لسه بنرتب كام موضوع كده، مش بس كارير شيفت وكارير شيفت ديليت. ان شاء الله هتبقى قريب. باشمهندس محمود، جزاك الله كل خير، وباذن الله حلقات تانية مع بعض باذن الله، ان شاء الله نرتب لها سوا باذن الله. اشكرك يا بإذن باشمهندس محمود. الله. شكرا يا اوكي. باشمهندس أحمد، وشكرا للفرصة الجميلة. وأتمنى إن أنا أكون أضفت أي شيء في السيشن اكيد النهاردة. أنا اتكلمت اكيد. very frankly، فمعرض جدا إن أنا أكون أصبت في نقط كتير، ومعرض إن أنا أكون أخطأت. فإذا أصبت واستفدت مني فالحمد لله رب العالمين، وإذا أخطأت أنا open mind اللي أنت تصحح لي خطأي، أو لو فوتها يبقى كتر خيرك. وشكرا لكم جميعا، ونفضل دايما على تواصل. وبالتوفيق دايما لكربون بودكاست، لأنها من شكرا الحاجات الممتعة جدا اللي كنا بنستناها. شكرا يا شكرا باشمهندس جزيلا. أحمد. شكرا، نشوفكم الحلقات الجايه، انتظرونا باذن الله. شكرا.